ساعة نتلني أنا كفو سافر والبيا كفو تلني أنا كفو سافر والبيا كفو تلني كل سافر من بي إذا من يبيلني يا حد بقراي وغلاتي بيكفني هي كردي بسات ويحز وحزني ساعة نتلني ساعة نتلني لا لي 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 ساعة نتلني ساعة نويت بي لقفاتي من هلا ساعة نويت بي لقفاتي من هلا إلا اللي انت تبكي فاضي كفول بالله وانت من تبيلا نبيا كفول كلا يدي بالخيزران شامنا اللي بترقب بالله ساعة نتلني لبيا حنين ملايو رحمة تسلم كم سلام لبيا حنين ملايو رحمة تسلم كم سلام ولبيا أكي أدبو رحو تسلم كل أدب ودام رحمة قلبو رتقارفو اللجام فتح من اللجامكي وقل بدأ بسلام بساعة نتلني ساعة نتلني لا لي 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 ساعة نتلني لا لي لا لي ساعة نتلني ساعة نتلني لا لي لا لي 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 ساعة نتلني عزوز زخانة لباوي سلامتا يبصحكم كلهاتكم أبتنا لو معلتي متيخم تساتفوا زلهم سنة أب فيسبوك يكون ولا بيوتيوب ويلكم مرحبا كلكم يفوتون كلهاتكم كبرات عزبتي ناي سينيت إريتريان سينيت موفمنت زخانة إذن ناي بكل تسمون ويبسلسل تسمون نقربو استمهرو عديمنا كبرات كاب بوليتكس نتمن كحنتي من اسي مالتي نقول لهنا من كحيلو إذا بروجرام تتجمرو كلا يسال ساي عمتو خيرالو مالتي نقول لغاتكم بس قاعد حنا صاحكم كلكم فوتو أنا حفتكم كوثر عبد الرحمن كاب أمريكا لو معلتي قاشانا كبور دكتور إدريس موشي كاب يوغندا
كم أون مسؤول عند أسترجمة كاب قام بعرب من تجرينا حجزنا كاب ناي إريتريان سنيت موفمنت مريحنت الأستاذ زين عمر شوكاي نخلتهم أهلا وسهلا ومرحبا بعد حنمزحهم كلكم فوتو. شكرا كوثر، ونحن أيضا نرحب معك بمشاهدينا في كل مكان. تخطاتلتنا ويدما تخطاتلتي مدبنا كابزخون وتزلهم عزو سلامتاي يبصحكم أنون بك كم كوثر وصبوا مشيت بروح مشيت كنا مسي بحنسب تصفر لني يكون بيننا إن شاء الله حوار جميل ومساء سعيد بإذن الله تعالى إن شاء الله. باركس تينا لو معلت بروجرام كاب كل ساعات كحلف عند اليوم هنا جن ككمتي زمت زيت خنكدوينا تنوحه كل ساعات ربع خوني مالتي. باركس لو معلتي تأكيد زلنا كم بحدش مبل سالساي مالتي وبلعب زي استزياء محجي تي قدامي كفال جرنا نيرنا نصدما بفيسبوك تروحوا تدخلوهم افتنا فيسبوك تاخذكم الرئيسنيت زبل فريند تاجركم خمصاكم مالتيو بارت 1 دحريو دما بارت 2 جرنا كلاي كفال لو معلتنا مጨረሽታ كفاليا سالسيتي بارت 3 مالتي اتار استي دما كم تدريوا زلهم بدحري زلا كبرات احواتنا حتى مسرتات إرتراوي أماونت يعتبر مسرتات إرتراوي أماونت مرتكزات وجود الأمة الإريترية the foundation of Eritrean nationhood إذا أرستيزي بتعمي عبي أرستيو بتعمي أقداس أرستيو بخومينا دما بسلسته مقاقلنا يو كابونا العلى خمان كوسدي خيلي يمكن أحتقرا بالكاس لازخوني إتي نايبا حكي ترجمو خرد أنا يجبع كلنا إرتراويان أب كله بوتا زلنا أنتي مالتي أماونت انتهي ترجمو خميلي ماتيو كميل إلو إيو أب حبرات منجستات إذن جرزي تترجمو كمي كان عنا يتنكفنا إذا كل قد محجة تزاريبنا له كمون لو معلتينا يمج أرش تاخد كوني عمالتيو كابزن لعلى حطوتات لكم بفيسبوك جركم كتسدولنا تقوليهم كمون بيوتيوب بيوتيوب ترينا زلهم بما كومنت دلكم أبو خد صحفو تقوليهم بأركسنا بتي عندي أرستنا لو معلتنا أعطينا مالتيو أستاذ زين شوكاي نايزن سلسته لو زغبرنا ين كفالات ناي سلستين كترجمومو دحريو نافتي أرستنا هنقطو تفضل لو سمحت. أنا أعطي الفرصة للدكتور إدريس باختصار شديد يدينا فكرة عن الحلقة الأولى والحلقة الجزء الأول والجزء الثاني فكرة سريعة وبسيطة يعني لا تتجاوز الدقائق وأنا أترجم له إن شاء الله. دكتور. أهلا وسهلا ومرحبا بك دكتور تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. شكرا لمنبر سنيد وشكرا لباشمهندس كوثر واستاذنا الفاضل زين شوكاي واستاذنا من وراء الكواليس استاذنا سليمان عبد السلام استاذنا عبد السلام. طبعا كما قلنا هذا الموضوع يعني طويل ويحتاج إلى وقت أكثر ولكن نريد أن نلخص في كلمتين ثلاثة الحلقة الأولى والحلقة الثانية. يعني ملخص الحلقتين نحن أكدنا على أنه لا وجود لأمة إريترية. الأمة الإريترية ستواجه سؤال البقاء إذا لم تتوفر 5 أشياء، إذا لم نحافظ على أشياء مهمة جدا جدا، على مرتكزات أساسية لا يجب أن يختلف عليها 2. أول نقطة أو المرتكز الأول التمايز. يجب أن نتميز في هذه المنطقة كإريتريين
وهذا قانون دولي وتعريفات دولية ليس من عندنا نحن، وهذا ما عمل من أجله الأجدادنا ثم بعد ذلك الثورة الإريترية. التمايز بمعنى عندما أقول أنا إريتري فأنا أتميز عن الإثيوبي، أتميز عن السوداني، أتميز عن أي دولة، عن أي أمة أخرى. نحن أمة ذات كيان خاص. النقطة الثانية يجب الاستمرارية. الاستمرارية هذه أيضا شرحناها. النقطة الثالثة يجب أن تكون لدينا إرادة العيش المشترك. وتحدثنا كذلك، لخصنا في المحاضرة الثانية كيف رفض الغرب والأمم المتحدة الأمة الإريترية بسبب مشاكل داخلية كان على رأسها مشكلة التمايز، لأننا فعلا يعني المشاكل الداخلية بعض الناس يقولوا تجراي، مشروع تجراي تجرينيا ومشروع تجراي جزات، وهذه المشاريع تسارعت فكلفنا ذلك نضال 30 عام. وكذلك إرادة العيش المشترك. ثم بعد ذلك تحدثنا أيضا عن الوثائق والتقارير التي اعتمدت عليها الأمم المتحدة لرفض الأمة الإريترية. هذا ما أردت أن أقوله بالمختصر المفيد، ثم سندخل إن شاء الله في محاضرتنا اليوم. فضل أستاذ شوقي. لو سمحت الأستاذ زين عمر، لو سمحت لي، مرتكزات 5. الأول التمايز قلت، والاستمرارية هي الثانية، وإرادة العيش المشترك. هل ذكرت الرابعة والخامسة دكتور إدريس؟ قلت 5. الخامسة سنذكرها اليوم. هذا ألخصه لي الشوكاي، هو سيلخص، هو أرسل إلي ملخص ما قلته أنا، شكرا له يعني. أوكي خلاص، تفضل أستاذ زين. جميل. تبو كداي نجر بتعشمي جميل دكتور إدريس يعني اللي قبل ني سنيت وفاق كم بلاتفورم زجاجز كوموني دحراي دما أبتي قداينا خن أبتينا تقداي ناي بحكي نوح قدايو بزح جزية زحاتت قدايو جن بحسيرو تنز حلفا كلتة كفالات نايزي زحابنا يو أستمرو مسرتات إرتراو أماونة ويدما مسرتات حلاوي إرتراو أماونة زبلار استي كلتة أستمرو هيبنا نيرنا السن دما انتا إزبليو زي إرتراو أماونة ويدما نيشن هود ويدما إرترا خم إرترا نفتحلوس بزح بهدهوتاتيو أبكد ما يتقتيرو زلو السدما نهلاوية أسقاء زخوني بدهوتاتيو سلازي كابن حمشت أنا سيرنا نيرنا تنحمشت دما تحنتي فلوينت نحنا إرتراويان كم إرتراويان فلويات زقبرنا إرتراويان إنا خنبل كلنا سوداناويان إنا ويدما إثيوبياويان إنا مالت أيكونن إرتراويان سلازخونا إنا إرتراويان إنا نبل كالاي كفال دما قصالنتيو قصالنت دما قد محجس بوغيرنا جليسنا نيرنا حادي هاجر كهلوس قصالنت كله ولو حادي زي تأساس التاريخ سالساي دما ناي بحبر منبر دليت كله وكالو زبلي نيرو كابو حليفنا كلتة نجارات هالو كنت تصلنا لومي سن كخنا يعني تن أرستنايزي لوم مشت دحراي بنتا أملكيتو زي معراب إرتراويان ومعراباويان إرتراويان وينتي إرتراو أماونت ببزوح عشان هاد كبده هو سنيحهم يوم إرتراويان سي أي إرتراويان حاجر كلكم أي كيلو بزبل بيونايتد نيشنز يكون بصحوفات معك بدهوتات نيرو حجي سو أبنتاي نريو أبتي دوكيمنتس ناي ويدما سندات ناي يونايتد نيشنز كومون أبتس أبصابات زغرب زنبري بو مسرت إرتراوينتهم نفي قومهم بثلاث عام زاكل أدماو زخوني كالسي أكايدنا هنا بزح دم زفسسلو بزح دخامن ده حسن زي ودعنا له كم إرتراويان مالتي
شكرا. اليوم إذا سمح لنا الوقت سنتطرق أو سنمر على 4 نقاط أساسية، وهي نقاط مهمة جدا جدا. النقطة الأولى، ماذا قالوا عن الأمة الإريترية؟ العالم الغرب والشرق ماذا قالوا عن الأمة الإريترية؟ والنقطة الثانية، كيف تصور الإريتريون الأمة الإريترية؟ والنقطة الثالثة، كيف عرف أجدادنا الأمة الإريترية؟ والنقطة الرابعة وهي النقطة المهمة إذا وجدنا وقت، وهذه النقطة تتلخص في الثقافة العليا المشتركة للأمة الإريترية، لأنه لا توجد أمة في الدنيا إلا ولها ثقافة عليا مشتركة، ولا يمكن أن تتبلور أي أمة إلا بثقافة عليا مشتركة. تفضل أستاذ. ስለዚ ሎሚ ኣብ 4 ነጥብታት ኣተኪርና ክንዛረብ ኢና። እዚአን 4 ነጥብታት ድማ ብጣዕሚ ኣገደስቲ ዝኾና ነጥብታት እየን፣ መሰረታውያን ነጥብታት እየን። ቀዳመይቲ እንታይ ተባሂሉ ብዛዕባ ኤርትራዊ እማውነት ብኻልኦት፣ ካልኣይቲ ከመይ ነይሩ ርእይቶ ናይ ኤርትራውያን ብዛዕባ ናቶም እማውነት፣ እታ ሳልሰይቲ ነጥቢ ኣብ ሓጎታትና ነዚ ናይ ኤርትራዊ ኔሽን ወይ እማውነት ከመይ ገይሮም ገሊፆሞ፣ እታ ራብዓይቲ ግዴታ ናይ ሓባራዊ ላዕለዋይ ባህሊ ንሓደ ሃገር ክህልዎ ኣገዳሲ እዩ። ብዘይክኡ ድማ ሓደ ሃገር ክኸውን ኣይክእልን እዩ። ሓደ ባህሊ ናይ ሓደ እማ ዝበሃል ወይ ሓደ ኔሽን ልዑል ዝኾነ ባህሊ ክህሉ ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ ብዘይክኡ ሃገር ክኸውን ስለ ዘይክእል እዚኣ እታ ራብዓይቲ ነጥቢ ኣብኣ እውን ሎሚ ኣተኪርና ክንዛረብ ኢና። نحن تحدثنا في الدردشة السابقة بأن الغرب، الأمم المتحدة، مؤسسات الأمم المتحدة ومدعومة بالدول الاستعمارية أمريكا وبريطانيا وفرنسا وحتى الروس وكثير من الدول الغربية رفضوا مفهوم الأمة الإريترية وحرموا الأمة الإريترية من الاستقلال. وقلنا أن الأمم المتحدة عندما تم إحراجها من قبل أجدادنا بعثوا بعثات إلى إريتريا أو أرسلوا بعثات إلى إريتريا لكي يتأكدوا بالفعل إذا ما كان الإريتريون يشكلون أمة كما يدعون. ስለዚህ ምዕራብ ክንብል ከለና ምዕራብ ከም ሃገራት ራይ ዘይኮነስ በላ ከም ትካላት እዚ ናይ ዩናይትድ ኔሽንስ ትካል ከም ትካል ከምኡ እውን እተን ገዛእቲ ሃገራት ከም ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ከምኡ እውን ዓባይ ብሪጣንያ፣ ራሻ፣ እዚአን ኩላተን ነቲ እማውነት ናይ ኤርትራ ተቐባልነት ኣይነበረንን ኣብቲ ግዜቲ ርእሰ ውሳኔ ናይ ኤርትራ ክውሰን ከሎ። ስለዚ እዮም ንዕኡ ምስ ነፈግዎ ብመሰረቱ ድማ ንሕና ከም ሃገር ሓራ ንኸይንኸውን ካብዚ ተሓሪምና ማለት እዩ፣ ካብዚ ከልኪሎምና ማለት እዩ። ግን ከምኡ ክገብሩ ከለዉ ስቕ ኢሎም ኣይገብርዎን። እንታይ ገይሮም እቲ እማውነት ናትኩም ብቑዕ ኣይኮነን ንኽብሉ ንኸረጋግፁልና መዓት ልኡኻት ኢኹም ኣብ ዓድና ብዩናይትድ ኔሽንስ ዝተለኣኸ ድሕሪአን ድማ ዘን ዝበልናየን ሃገራት ጠጠው ዝብሉ ዝነበሩ መፂኦም መፅናዕትታት ገይሮም ኣብ ሃገርና ፀብፃባት ከቕርቡ ሓቲቶሞም ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ከምዚ ዓይነት ኣካይዳ ንኤርትራ ነቲ ኤርትራዊ እማውነት ነቲ ኤርትራዊ ኔሽንሁድ ንምንፋግ እዩ ሓርኮት ዝብል ዝነበረ። لم يكتفوا بهذه البعثات، الغرب لم يكتفي بهذه البعثات، الدول الاستعمارية لم تكتفي بهذه البعثات التي أرسلتها الأمم المتحدة لرفض الأمة الإريترية، بل سخروا جيشا من المرتزقة القانونيين والاجتماعيين والسياسيين والصحفيين
كلهم يخدمون الأغراض الاستعمارية الغربية من جهة والأغراض الإمبراطورية الإقطاعية الإقليمية من جهة أخرى. ففي فترة وجيزة جدا جدا أنتجت كمية كبيرة جدا من الأبحاث المتحيزة المتحيزة عن الأمة الإريترية. وهذه الأبحاث كلها تركز على أنه لا توجد أي ثقافة أصيلة مترابطة إريترية مجدية يمكن تحديدها أو تحليلها بدقة تدل على أن إريتريا أمة. الصم دما كم زخ قبرو خلو بتي سددو نتي إرتراو مونت كنفقو خلو بتن سددو ملوخات تنتراي أي يبكون انتهي دا معت نعوم ناتهم بلان زمالو عصوبات كم تمرامرتي كم غازيتنياتات كم بوليتيكاويان كم لؤخات ناي تكالات كوينهم مسيهم عدنا سلازي اب حصير غزي مقليا زي بلو بزح بشم مصنعت خنبلو نخيل افريوم مالتي اتو كله ابتي غزي تزغبرو مصنعتات دما حنتي نخراغصو ترايم حنت نغر نخراغصو ترايم سعودو زنبرو اس دما حادي اوريجينال زخونه ارتراوي ባህሊ ኤርትራዊ መንነት ከምዚ ያሎ ንኽራግጹ ዝኹሉ ዝዕርዎ ዝነበሩ ኣብዚኣ ነጥብዚኣ ንኸምፅዎ ነተዓለምን ነቲ ህዝቢ ኤርትራን በቲ ኣብ ከባቢና ሓርኮት ዝብል ዝነበረ ስልጣን ሃይለ ስላሴ ንሃገርና ክግብታ ነቲ ናቱ ሕልምታት ዘማሊ ከምኡ ዝመስል ዝነበረ ኣብቲ ግዜ እቲ ንዑ ዘማቲ ነቲ ናቱ ሕልምታት ዘማልን. نعم. والأحداث الجارية الآن في منطقتنا تجبرنا على أن نتمسك أكثر بمفهوم الأمة الإريترية ويجب أن نحذر كذلك بأن هذا الملف قابل للفتح في أي لحظة لأن جميع أسباب فتح هذا الملف متوفرة ولذلك نحن تفضل. ስለዚ ነዚ ሕጂ ኣብ ተኸባቢና ንምልከቶ ዘለና ብዙሕ ተረኽቦታት ናብ ከምዚ ከምርሕ ዝኽእል ዓይነት ኩነታት ዝመስል ዘሎ ስለዚ ነዚ ርኢና ንሕና ድማ ከም ኤርትራውያን ዝያዳ ኣብቲ ኤርትራዊ እማውነት ወይ ኤርትራዊ ኔሽንሁድ ኣጥቢቕና ክንሕዝ ከም ዝግባአና ክንርዳእ ኣለና እሱ ጥራይ ዘይኮነስ እዚ ጉዳይ እዚ ከም በሐዲሽ እዚ ጉዳይ እዚ ከም በሐዲሽ ተኸፊቱውን ንኤርትራ ከም በሐዲሽ ኣብ ገለ ዓይነት ዓዘቕቲ ከውድቓ ዝኽእል ኩነታት ክፈጥሩላ ከም ዝኽእሉ ክንርዳእ ኣለና ማለት እዩ ከም ኤርትራውያን እዚ ጉዳይ እዚ ብናፅነት ናይ ኤርትራ ተወዲኡ ወይ ብሓርነት ናይ ኤርትራ ተወዲኡ ኢልናስ ክንድቅስ የብልናን ከም በሐዲሽ ክፍታሕ ዝከኣል ወይ ድማ ክክሰት ዝከኣል ሓደገኛ ዝኾነ ብድሆ ስለ ዝኾነ صدقنا كنسعلو زلنا قداي كونو يرعيني. في هذه الأمسية اليوم لا نستطيع أن نتحدث عن كل الكتاب الغربيين السياسيين وعلماء الاجتماع الذين تحدثوا عن الأمة الإريترية وبخسوها وقزموها ولكن على سبيل المثال ممكن قد نأخذ بعض من هؤلاء الكتاب الذين كانوا مدفوعي الأجر سواء كان من الغرب أو من الاستعمار الإقليمي في تلك الفترة ويمكن أن نقسم هؤلاء الباحثين والكتاب والعلماء بما فيهم الصحفيين والقانونيين والاجتماعيين هذه الدراسات كلها ممكن تقسيمها إلى قسمين. تفضل. ስለዚ ሎሚ ነዚ ኩሉ ንብሎ ዘለና بملؤس كنشوفنا عين خلينا مخنياتو بزوحات بوليتيكاويان غازيتنياتات سوسيولوجيست مالتيو علماء اجتماع زبالهم زيوم سي
نتا إرتراو أماونت كن أسو نعاخ فرسو زقبرو سرح عابيس لزخوني سودما بدرخيت ناي أبكابينا زلا إثيوبيان بدرخيت ناي معرباويان يقبر سلزنبري كل نزي لو مخن شوفونا أي نخلينا جل هابهم كم أبنت كنت أكس نخلينا. والمجموعة هذه تنقسم إلى قسمين. مجموعة أولى أنكرت وجود الأمة الإريترية من الأساس، ومجموعة ثانية حددت تاريخ نشوء هذه الأمة كذلك. سلازم نقول لنا زي إرتراو أمة ونت كنفجوا ويد ما خفرسوا ويد ما كترات لنا زعروا زنبرو أبكلتين أخن مغلوم النخيل إرتراو أمة ونت كنا أسوأ في الدنيا بوحدث. تحنتي جلة نتي إرتراو أمة ونت بمسرته ونتي إرتراو نيشن هو بمسرته تنفجوا يعني را. تخل أي تجن تي إرتراو أمة ونت دحيرو زمزة أبسمعت زمزة هم جرات أربعة كان أي تقول جلة مالتي. نزي أنكلته دومي كن جلها من كم أبنتات كنت كسكن في التنينة. المجموعة الأولى نأخذ مثال مثلا الكاتبة دومينيك جاكي، وهذه معروفة سياسية واجتماعيا. هذه المرأة تقول الذات الاستعمارية هي التي وفرت الأساس لانفصال إريتريا عن أمتها إثيوبيا، ولذلك هذه المرأة تعتبرنا بأننا شعب جزء من الشعوب الإثيوبية، جزء من الأمة الإثيوبية. نعم. سلازي كابجيوم حجي خم عبنا كنت كسرنا دومينيك جاكي حانت خم أميا السادمة انت يعتبر إرتراو أمة ونت فسي ما زي تأمن له سلازي نبرد تي جزائي حيلي وي جزائي بادي السيونة نزا إرترا تبهل زلالومي إرترا زجبرا السخم جبرا خلو دما كابتي أبي أكل نا إثيوبيا نسيلو يون إرترا كم حانت حجر زجبرا دي مجزعة رأيو بمجزعتي بكولونياليزم استفترت حجر ينبر كفلنا إثيوبيا يعني را هي إلى يتأمن. والشخص الثاني هو المؤرخ الإسرائيلي إرليخ. هذا الرجل يقول الأمة الإريترية حركة ضحلة، والإريتريون ليسوا أمة منفصلة ولا يمكن أن يكونوا أمة، بل هم إثيوبيون ولكن غير راضين. يعني بل هم إثيوبيون غير راضين، يعني هو هي مسألة عدم رضا، ليس لأنهم يشكلون أمة ولكن عندهم بعض المظالم، ولكن في النهاية هم جزء من أمتهم الكبرى إثيوبيا. هكذا يقول إرليخ. تخلي دما إرليش هاجاي مالتيو إرليش هاجاي دما بروفيسور إسرائيلاوي بروفيسور أب إسرائيل زمهير يوناي تاريخ بروفيسوريو سنتايبل نتا إرتراو أماونت كمزي عمقت زي بالله شالو ضحلة إلو موفمنت إلو كمزي شالو موفمنت حركة ضحلة إلو ناي بحكي عمقت زي بالله من كسراسيتي نا إرتراوي أماونت وين إرتراوي بحقيني ناس النت زبل كمنت زنبرو سو دما كما قلت زغربو الصم فسيمم أمك هنو زي كلو سبات يوم وي حجاريوم وي دما أكوب حجاريوم مالتيو إثيوبياوان كلوس نتيوبياونتهم زنفقو ترأيهم كنبلو من خلنبر هذا نفسه حالي أماونت وي دما نيشن هود زلوهم أيكونون إلي زغلصو. ونفس هذا الكلام أو قريبا منه يقول جون سارنسون، يقول الإريترية أو الأمة الإريترية في الأساس نفيا للإثيوبية أكثر من كونها شعورا متأصلا تاريخيا بالانتماء الإريتري كأمة. تي سالسايد ما جونسون يبل جونسون the same line دي زخيد انتي زبل عمقت زلوه بوشتي سراور زلوه مننت هيكون إرتراو أماونت وي إرتراوي نيشن هود يبل إرتراوي نيشن هود كم حادي قبر ملسي نتي ناي إثيوبيا ونتهم منفاق
ኮይኑ እዩ ዝገልጾ جونسون مالتي. ويضيف هذا الرجل في كتابه عنده كتاب اسمه الصراع في إريتريا، يقول لا وجود لثقافة إريترية أصلية موحدة فكأن إثيوبيا كانت موحدة يعني أو السودان موحد ثقافة واحدة. شوف هذا الكلام اللي يقدمه، لا وجود لثقافة إريترية أصلية موحدة بطبيعتها تدل على وجود أمة، وإريتريا منتج ثانوي. هذه عبارة خطيرة جدا. إريتريا منتج ثانوي من ابتكار الاستعمار، وبالتالي عدم شرعية أي مطالبات إريتريا بالاستقلال، وإذا تم هذا الاستقلال ستكون نهايته كارثية. وهذا تنبؤ خطير جدا من جونسون، أرجو أن لا يتحقق. جونسون دما እንታይ ይብል ነቲ ናይ ኤርትራው እማውነት ወይ ናይ ኤርትራው ኔሽን ትገልጾ ከሎ ኤርትራውያን ልዑል ዝኾነ ሓደ ኤርትራዊ መሰረት ዘለዎ ወይ ድማ ኦሪጂናል ዝኾነ ኣብ ሓደ ዝጠምሮም ብባህርያቱ ባህሊ የብሎምን እንታይ ዳ ኤርትራ ሓደ ባይ ፕሮዳክት እያ ገዛዕቲ ሓይልታት ዝተመስረተት ባይ ፕሮዳክት ከምዚ ሙንተጅ ثانوي እዩ ዝገልጻ። ሕጂ ነዚ ኤርትራ ገልጻ ሁሉ ከምዚ ብገዛዕቲ ዝተፈጥረት ዓይነት እያ ዓይነት ዘገላልጹ ሓደ ብሓንሳብ ዝጠምሮም ኦሪጂናል ዝኾነ ሓድነቶም ዘረጋግጽ ባህርያት ዘለዎ ባህሊ ከም ዘይብሎም ዝገልጾም። ስለዚ እዚ ናይ ብሓቂ ሓደገኛ ዝኾነ ኣገላልጻ እዩ ክንምለሶ ንኽእል ኢና። هذا نموذج من الكتاب الغربيين وهم بالعشرات إذا لم يكونوا بالمئات. أما بالنسبة للإثيوبيين، الكتاب الإثيوبيين مثل ملاكوت الجن وأسفاء أياني، هذه مجموعة كبيرة أيضا من الإثيوبيين دائما وأبدا كانوا يركزوا أنه لا وجود لأمة إريترية إلا في العقل العربي الذي يحرض على خلقها، ودائما كانوا يقولون الاستعمار هو الذي أوجد إريتريا كأمة. ስለዚህ እዚኦም ገዲፍና ሕጂ ብዙሓት እዮም ካብ 10ታት ዝበዝሑ ምዕራባውያን ኩሎም ክንጠቕሶም ኣይንኽእልን ኢና። ካብኦም ሰጊርና ኣብቶም ኢትዮጵያውያን ክንሰግር ኢና። ካብኦም ሓደ መላኩት እጀዩ ተኻልኣይ ድማ ኣሰፋው ኣየለ። እዚኦም ድማ እንታይ ይብሉ ኤርትራዊ እማውነት ወይ ኔሽንሁድ ናይ ኤርትራ ኣብ ሓንጎል ናይ ዓረባውያን ወይ ዓረብ ተዘይኮይኑ ኣብ መሬት መሰረት ዘይብሉ እዩ بعداوي حيلي ዝተፈጥረት ካብ ኢትዮጵያ ዝተፈልየት ኣካል ናይ ኢትዮጵያ እዮም ዝገልጽዋኒ ኤርትራ። طيب لكي نكسب الوقت يكفي بهذا مثال فقط، ولكن الآن المجموعة الثانية وهي مجموعة الباحثين الذين اعترفوا بوجود الأمة الإريترية، لكنهم حددوا تاريخ ميلاد هذه الأمة بميلاد الجبهة الشعبية للتحرير الإريتري. هم فلي زبالة الرأي زلوهم كالوت مزمعتات زجبرو الصم دما بكفيل مالتسي بملو زي كونس بكفال بويد ما حدا كرام نايتي إرتراو أماونت بوزا أمليهم الصم دما انتهم زبلو إرتراوي أماونت وي نيشن هود وي إرتراهم نيشن كتفلتسي زباو بمبار مستمسرتت رأيها إرتراهم كم حدا أمة زخونت يوم يوم زقل سوا صم دما وخلات يكون هذا قجلائي مالتي. وهذه الدراسات دراسات المجموعة الثانية يعني دراسات كثيرة جدا جدا وواسعة، وأنا أعتبرها نقطة سوداء في سجل البحوث العلمية والدراسات الأكاديمية المرموقة. اليوم دما بقولت تدارينا يوم بحوثات يكونوا بتعم بزوحات يوم تي ناتهم كوزري يكون تناتهم سم زغربوا مزمعتات. لزيوم دما أنا خمي جريز قلصهم زيوم بتعمي أنور زخونة زحفر عينات أكراربا أمنتي إرتراوي منت ونيت لويتنتي إرتراو أماونت ويتنا إرتراو نيشن هود كقربوا خلوا بحد أنور زخونة أكراربا مغرب أمم مغنياتو جوزازيوم مو.
هذه المجموعة كبيرة جدا جدا، ولكن نحن سنأخذ كما فعلنا أيضا 2 ولا 3 من الأمثلة. راؤول يقول، راؤول داز هذا يقول أن الحرب التي شنتها الجبهة الشعبية لتحرير إريتريا كانت الحافز لتشكيل الأمة الإريترية. هذا خابهم راؤول داز بهالي السودم ما انتايبل اتي بهزباو جنبار زتخايدي مسرح نايوجي نازلت إريترا السيون إريتراويان زيغبرهم يليزا زامن. وهناك أيضا باحث آخر اسمه بوليفيميا يقول أن بناء الأمة الإريترية بدأ بميلاد الجبهة الشعبية، إلا أنه في كتابه يا جماعة يشير إلى نقطة خطيرة جدا، يقول أن هذا البناء، بناء الأمة الإريترية يقصد، توقف بعد عام 1991. هذه كانت ملاحظة خطيرة جدا جدا، قال أن بناء الأمة بدأ بميلاد الجبهة الشعبية ولكنه توقف في عام 1991. زي ما تخالعي أولفين يا زبها ليبل السودما انتهي زبل إرتراو أماونت ويدما إرتراو من النت مس زباو جنبار مس مستولدت يو تفتيرو يزبل هذا دعم حدقين يا زخونا كلاربا غريب يسو زسبايزي السودما انتهيو بشحن تعتمد تسعان حدن زي إرتراو أماونت ويدما النت أبو تطويل تريفلو إلو يزعمن دهرت عن حدا إرتراو أماونت بهزبا جنبار سرح دسنحي تمسرح تطويل له مالتي. وآخر وهو فيكتوريا بيرنال. هذه فيكتوريا بيرنال تقول الإريتريون ليسوا أمة متجانسة أو ولا متحدة، ولكن النضال الذي خاضته الجبهة الشعبية ضد الهيمنة الإريترية يعتبر تاريخ الظهور أو الشعور الحقيقي بالأمة الإريترية. تاريخ ظهور الشعور الحقيقي بالأمة الإريترية. زي ما فيكتوريا كاليت دما فيكتوريا بيرنارد دي مالتيو فيكتوريا بيرنارد انت يعتبر إريتراويان أمة أيكونون، إريتراويان نيشن أيكونون. نيشن كونو دما زبقعهم هزباو جنبار تراي أب مسرح مسأتوتهم تي بهزباو جنبار بيود بهزباو جنبار تسرح يسرح السينح أبناء إريتران بحاجز تمرهم كم أمة دما أمة كونو زبقعهم. وبيجي يقول الأمة الإريترية تم تحريكها عن طريق الصدفة، والجبهة الشعبية هي التي خلقت الأمة الإريترية. هيز بحال دما انتاي زبل إريتراو أمة ونت ويدما نيشن هود بأقاطامي ويدما زي تحسب مسرح إياه تفتيرة إريتراو أمة ونت تفتيرو السودما بمريحنتنا هزباو جنباريو كخيد سنحي زبل. لا نريد الآن أن نكسر، هذا هو موقف دان كورنيل، وهذا هو موقف بازل ديفيدسون والكثيرون، ريتشارد جرينفيلد، ماري داينز. هذه المجموعة هذا موقفها، بترى أن الأمة الإريترية بدأ ظهورها أو ميلادها بعد بروز أو ميلاد الجبهة الشعبية لتحرير إريتريا. إذا ترى يكون بزحات يمكن توصل من الخيل كم أبنت كمثل أنت أخويني دان كونر الله بيسل ديفيدسون الله ريتشارد مين هو دكتور ريتشارد جرينفيلد ريتشارد جرينفيلد له. وأخير واحد رابع ذكرته الرابع ماري دانز الباحثة ماري دانز. زي أتومس كلهم أبتينا بعل فيكتوريا بيرنارد توم كارلوت كدمياز تتوسو زبلوه إريتراو أمة ونت بمريحنتنا هزباو جنبار استفترة حدش نقر كم زخانة ساعات استفترة مخانو يوم زاربوه. أغرب شيء
أن الكتاب الغربيين دائما كانوا يعتمدون على الدراسات الإثيوبية المحلية. هذه الدراسات غريبة جدا جدا. مثلا نجوسي أيلة يعني كانوا يرون أن التنوع العرقي، هم سموه تنوع عرقي، هذا التنوع العرقي قالوا ينفي أي ادعاءات بالهوية الوطنية أو بالأمة الإريترية. هذا أيلة، هذا كان موقفه على سبيل نجوسي أيلة، ويقول حرفيا التنوع العرقي في إريتريا لا يمكن أن يساعد على أي ادعاءات بهوية عامة كأمة إريترية، متناسيا أن هذا المنطق ينطبق على إثيوبيا أو أكثر. إثيوبيا نفسها التي وصفها كونتي روسيني بمتحف الشعوب. يعني كيف هذا الكلام يعني؟ تفضل. ስለዚህ እቲ ዘግርም ነገር እንተሎ እዚኦም ምዕራባውያን ተመራመርቲ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብቲ ብኢትዮጵያውያን ተጻሕፈ ኣውዮም ይምርኮስ ነይሮም ብሕልፊ ድማ ኣብቲ ንጉሳ ኣየለ ተጻሕፎ ንጉሳ ኣየለ ድማ እንታይ ዝብል ኤርትራዊ እማውነት ወይ ኤርትራዊ መንነት የለን ንኽብል ንዑ ኸፍርስ ክፍትን ከሎ ኣብቲ ኤትኒካዊ ፍልልያት ኣብ መንጎ ኤርትራውያን ዘሎ ኤትኒክ ዳይቨርሲቲ ኢሉ ዝፀውዖ እሱ ድማ ንኤርትራውያን ሓንቲ እማ ክኾኑ ኣይሕግዞምን እዩ ይዝብ እዚ ሰብኣይ ዝኸምኡ ክብል ከሎ ግን እንታይ ይርስዕ ኣሎ ኢትዮጵያ ካባና ዝገደደ እምበር ኤትኒካዊ ፍልልያት ካባና ዝሓሸ ከምዘይብላ ልክዕ ከምቲ ኮንቲ ረሲን ዝበሎ ኢትዮጵያስ ቤተ መዘክር ናይ ኤትኒካዊ ብዙሕነት መኣከቢ ክኸውን ዝኽእል ሃገር እያ ኢሉ ገሊፆ ስለ ዝነበረ ዋላ በዓል ኮንትረሲን ከይተረፉ ከምኡ ገይሮም ገሊፆሞ ስለ ዝነበሩ ቀደም ስለዚ እቲ እሱ ዝበሎ ነቲ ባዕሉ ነቲ ናቱ ሞጎት ባዕሉ እሱ ዘፍርሶ ኢትዮጵያ ብምዃኑ መጠን ንኢትዮጵያስ ካብኡ ዝሓይሽ ኩነታት ስለ ዘይነበራ وهذا هو الكلام نفس الشيء يقوله أندرجيتاتشو تروني. أندرجيتاتشو تروني هذا يقول حرفيا لا يمكن أن تكون إريتريا أمة نظرا لتباينها العرقي والثقافي والتاريخي، ولا يمكن أن تصبح دولة أمة إذا تم منحها الاستقلال. ልክዕ ከምኡ እንዳርካቸው ዝበሃል ድማ ኢትዮጵያዊ ተመራማሪውን ከምኡ ይዝብል ካብኡ ሓንቲ ዝፈልዮ የብሉን ነቲ ኤርትራዊ መንነት ወይ ነቲ ኤርትራዊ እማውነት ክሃርሞ ክፍትን ከሎ ኤርትራውያን እማ ኣይኮኑን ወላ ነፅነቶም ወሲዶም ሃገሮም ከመሓድሩ ወላ እንተፈተኑ ኣይበቕዕዎን እዮም ኣይክዕወቱን እዮም ኢሉ ይዝኣምን ዝነበረ ስለዚህ ነቲ ኤርትራዊ እማውነት ወይ ድማ ኔሽንሁድ ዝሃርም ወይ ድማ ንዑ ዝወቅዕ الرأي نيرو እንዳርጋቸውን ካብኦም ብዙሕ ዝፈልዩ ይብሉን للأسف الشديد هذا الموقف الأول الذي نفى الأمة الإريترية أو الذي قزم وهمش وجود الأمة الإريترية كان موقف الكتاب الأفارقة، لأن الكتاب الأفارقة والباحثين الكبار من أمثال المزروعي شككوا في وجود أمة إريترية متمايزة. قالوا إريتريا هذه حتى لو استقلت ستسبب مشكلة داخلية لأنهم لا يحسون بالتمايز. بعضهم يقول ينتمي إلى تجراي وبعضهم يريد أن يمشي إلى إثيوبيا إلى آخره. السبب في ذلك أن معظم هؤلاء الكتاب الأفارقة إما كانوا من مدرسة الحركة الزنجية أو الراستا، ونحن نعرف أن حركة الزنجية أو أن الراستا كانوا يقدسون حيل سلاسة بل اعتبروه إلها. ويعني كلا الحركتين الراستا والزنجية، الراستا قدسوا حيل سلاسة واعتبروه إلها، والحركة الزنجية كذلك كانت تفتخر بإثيوبيا الموحدة وبالأمة الإثيوبية وبأنها أمة إفريقيا. ولذلك أيضا يعني كان عندنا الأفريقيا أيضا كان موقفها سلبي تجاه الأمة الإريترية. تزحزم جن كابزيهم كلها تون تي ناي أفريقياويان تمرامرتي مالتي. ثم أفريقياويان تمرامرتون إريتريا خنا عسوا
ማርጂናላይዝ ግብሯ ተዘይ ኮይኑ ካብኡ ዝሓይሽ መርገጻት ኣይነበሮምን ካብኦም ከም ኣብነት ክትቀስ ዝከኣል ኬንያዊ ዓሊ መዝሩዒ ማለት እዩ እቲ ተመራማሪ ዓሊ መዝሩዒ ድማ እንታይ ኢሉ ተዛሪቡ ኤርትራስ ዋላ ናጽነታን ተዳወሲዳ ሽግር ዳ ክትከውን ያን ኣብቲ ከባቢ እምበር ፍታሕ ተምሲ ኣይትኽልን እያ ምክንያቱ ገሊኦም ንኢትዮጵያ ዝብህጉ ገሊኦም ንትግራይ ዝብህጉ ብዙሓት ተፈላለዩ ኣህዛብ ስለ ዘለዋ ተፈላለዩ ኤትኒካዊ ሕብረታት ስለ ዘለዋ ኣብ ሽግር ክትወድቕ እያ ኢሉ ተዛሪቡ ነይሩ እቲ ምክንያት ድማ ኣነ ኣፍሪካውያን ንምንታይ እዮም ከምዚ ኢሎም ይዛረቡ ነይሮም ወይ ንምንታይ እዮም ከምዚ ኢሎም ዘንቢሎም ኢልና እንተዳ ሓቲትና ክልተ ምንቅስቃሳት ንኣፍሪካውያን ዝኣስርኦም ንኤርትራዊ ጉዳይ ብዕቱብነት ወይ ድማ ብፅሩፍ ኣገባብ ንኸይርእይዎ እሰን ድማ እቲ ሓንቲ ናይ ፀለምቲ ሙቭመንት ሓርከት ዝንጅያ እዩ እቲ ካልኣይ ድማ ናይ ራስታ ሙቭመንት እዩ ነይሩ እቶም ናይ ራስታ ሙቭመንት ንሃይለ ስላሴ ከም ቅዱስ ወይ ድማ ከም ሓደ ንዕኦምሲ ዓብይ ነገር ይርእይዎ ስለ ዝነበሩ ርዱእ እዩ እቶም ፀለምቲ ካልኦት ኣሕዋትና ፀለምቲ ድማ እቶም ኣፍሪካውያን ነቲ ኤርትራዊ መንነት ዝነፅግሉ ዝነበሩ ንምንታይ እንተልና ኢትዮጵያ ከም ሓንቲ ተቃዋሚት ሃገር ንፀዓዱ ዘሸነፈት ወይ ንባዕዳውያን ዘሸነፈት ኣብ ኣፍሪካ ሃገር እንተላ ኢትዮጵያ ያ ኢሎም ይኣምኑ ስለ ዝነበሩ ነቲ ኤርትራዊ መሰል ወይ ድማ ናጽነት ወይ ድማ ቃልሲ ወይ ድማ ኡማውነት ወይ ድማ አይደንቲቲ ኣይኣመኑሉን እዮም በዚ ምክንያታት እዚ والمحزن أكثر هو كيف رأى الإريتريون هذه الأمة موقف الإريتريين أو رؤيتهم للأمة الإريترية وأنا أتحدث ليس المجتمع الإريتري كمجتمع ولكن أنا أتحدث عن النخب والمثقفين الإريتريين كيف نظروا هذا كان محزن أكثر لو نظرنا مثلا على سبيل المثال روث إيوب في كتابها النضال الإريتري من أجل الاستقلال ترى أن بداية نشوء الأمة الإريترية بدأت بميلاد الجبهة الشعبية. أزي زحزن كاو زغدد دما توم إريتراويان كما يرؤوا نيروم نتي إريتراوي أماونت أنا إريتراويان كل حزب إريترا مالتي أيكونن غالي إليتس ወይ ድማ ምሩጻት ኤርትራውያን ወይ ብሉጻት ኤርትራውያን ኢልና ክንጽውዖም እንኽእል ትምህርቶም ይኹን ብኻልእ ምኽንያታት ኤሊትስ ዝነበሩ ኤርትራውያን ሓንቲ ካብኦም ሩት ኢዮብ ድማ እንታይ እትብል ኤርትራዊ መንነት ምስ ቃልሲ ናይ ህዝባዊ ግንባር ዝተፈጥረ መንነት እዩ ኢላ እያ ተኣምን والشخص الثاني كذلك يعني الدكتور برخت عبد السلاسي مع أنه أثبت أن الوجود الإريتري أو المشاعر القومية يعني يرجعها إلى فترة بعيدة أبعد لا بأس بها إلا أنه في النهاية لم يخرج من هذا المفهوم وأيضا رؤيته كانت ضبابية لمرتكزات الأمة الإريترية في فترة الأربعينات وما قبل الأربعينات وحتى ما بعد الأربعينات حتى عام 75 ميلاد الجبهة الشعبية لتحرير إريتريا. تي كلا يخبروا زدل إريتراويان بروفيسور ويد ما دكتور برخت عبد السلاسي برخت عبد السلاسي بروفيسور برخت عبد السلاسي نتي إريتراوي أماونت وين إريتراوي هلاوي قرب دحريت تمليسو يتموتو ولا انتخونون ولا دحريت يمرسن تدع خوينون جن أبتي الرأياء سلقلق زنبرو ويدما زيبرو الرأي زنبرو يزمثل بحلف الدماء أبتي أربعتات وخمسات في الكود كله من أي بحكي شجر نير والسبايزي نتي إرتراو أماونت بنصر كليو سلازي السون كاب سبعان حمشتن جمير يوتي إرتراو أماونت ويدما نيشن هودي ليز عمن وعيلو حديرو مالتي. والشخصية الثالثة من المثقفين الإريتريين وأنا هذا يحزنني جدا وهو ألمسجن رغم أنه حاول إنساف الحركة الوطنية الإريترية السلمية وبدأ من الأربعينات وكتب كتاب لن نفترق في عام 2001 لكن كان عنده
هذا الرجل أيضا المناضل آل مسجد لم يستطع أن يتحرر من عقيدة تبخيس المشروع الأمة الإريترية. فقد يعني كتب في ورقة أكاديمية بعنوان التنوع والهوية والوحدة في إريتريا رؤية من الداخل، قدمها إلى مؤتمر الهوية والصراع في إفريقيا، نشرتها مجلة وحدة الدراسات الأفريقية في جامعة ليدز. وهذا الكلام كان المؤتمر هذا عقد من يوم 15 إلى 17 سبتمبر 1997، يعني قبل أن يؤلف كتابه لن نفترق. يقول كان أسباب نجاح الجبهة الشعبية لتحرير إريتريا أنها أنكرت وجود أي أمة سابقة لميلادها، وهذا قال يعتبره من النجاح. يعني كيف أنا لا أعرف تفسير هذا الكلام يعني. تفضل. እቲ ዝሕዝን ካብ ኩሎም ድማ ነቲ ዓለም ሰገድ ተስፋይ ተጋዳላይ ዓለም ሰገድ ተስፋይ ዝበሎ እዩ። ዓለም ሰገድ ተስፋይ እሱ ብመጠኑ ነቲ ኣብ ኣርባዓታት ዝተኻየደ ቃልስታት ወላ ብመፅሓፉ ኣይንፈላለየ ከንፀባርቆን ተፈተነውን ፅቡቅ ግርውን ኣንፀባሪቑዎ ኣሎ። ግን ሽግር ነይርዎ ሰብኣይ እዚ እሱ ድማ ነቲ ኤርትራዊ መንነት ወይ እማውነት ኣነኣኢስዎ ከናእሶ ከሎ ከም ኣብነት ክጠቕሶ ዝኽእል ኣብቲ መፅናዕቲ ዘቕረቦ ፍልልያትን መንነትን ውሽጣዊ ኣረኣእያ ዝብል ወረቐት ዘቕረቦ ኣብ ሊድስ ዩኒቨርሲቲ ካብ 15 ክሳብ 17,995 ሽዑ እሱ መፅሓፉ ኣይንፈላለየ ኣይፀሓፈን እዩ ነይሩ። እሱ ከዓ እንታይ እቲ ኤርትራዊ እማውነት ፈፂሙ ቅድሚ ምምስራት ናይ ህዝባዊ ግንባር ብሓፈሽኡ ዝነፅግ ኣቀራርባ ኣቕሪብዎ ኣብቲ ኮንፈረንስ ማለት እዩ ናይ ክልተ መዓልቲ። فالآن يعني هذه أمثلة فقط نحن نقول، وهذا يدل على خطورة الموقف الإريتري الآن. الكلام الذي هذا الكلام الذي نقول ليس كلام تاريخي صحيح، هذه أحداث تاريخية نتكى عليها، ولكن الوضع الموجود في منطقتنا اليوم يؤشر على أن الأمة الإريترية اليوم تواجه سؤال البقاء. زي مثالات ذهبنايو እንታይ ንኽንብል ኢና እቲ ኤርትራዊ እማውነት ወይ እቲ ኤርትራዊ መንነት ወይ እቲ ኤርትራዊ ኔሽንሁድ ኣብ ዓዘቕቲ ከም ዘሎ ኣብ ሽግር ክወድቕ ከም ዝኽእል ብኤርትራውያን ይኹን ብካልኦት እቲ ዘሎ ኣብ ከባቢና ድማ ኩነታት ኩሉ ነዚ ዝዕድም ኩነታት ተዘይኮይኑ ነቲ ኤርትራዊ እማውነት ወይ ድማ ኔሽኑ ዘተባብዕን ዘበራትዕን ዘሕይልን ኣይኮነን። أنا أقترح الآن حتى لا يكثر علينا الكلام قضية كيف عرف أجدادنا الأمة الإريترية، لأن هذا موضوع طويل، وربما لكي ننزل ممكن إذا كان هناك الأسئلة نمر على الأسئلة. أنا أريد أن نختصر الآن أن نلخص هذا الموضوع أو أن نختم هذه الدردشة اليوم بالتطرق على النقطة الأساسية لمرتكزات الأمة الإريترية، وهي وجود الثقافة العليا المشتركة. سلازي حجي مودعتا امتى خلينا نبصح انتي الى بحقوتاتنا خي بزعبا إرتراوي أماونت ወይ ድማ ኔሽንሁድ እዚ ጉዳይ እዚ ብዝሓፀረ ኣገባብ ወይ ብሕፅር ዝበለ ኣገባብ ከቕርቦ ከፍትን እየ። እቲ መሰረቱ ዝነበረ ድማ ኤርትራዊ ሓደ ኤርትራዊ ልዑል ባህሊ ኣለና ኢሎም ይኣምኑ ከም ዝነበሩ السيت خطمرنا زغل اب حادي الثقافه الاريتريه العليا المشتركه اريتراوي لعول بحلي كم زلنا يامنوا سلازنبرو. انا اريد ان اقول استاذنا زين شوكاي الحديث عن تعريف اجدادنا للامه الاريتريه قد ياخذ منا في هذه الامسيه وقت طويل. نعم تذكرت صح دكتور إدريس الزو قد زي نوح سلازخونه بحصير كقربويه بشكل ملخص قلت انت. نعم وانا ذكرتها بحصير زبلاء قباب كقربويه نوح نخي يكون النام انت
نعم، لذلك نحن يا جماعة الخير اتفقنا أننا أمة ذات السيادة كغيرنا من الأمم. لكي نكون أمة يجب أن تتوفر فينا الشروط التي ذكرناها. يعني اتفقنا على أن الأمة هي الركن الأساسي من أركان المشروع الوطني الإريتري. نعم، واتفقنا على أن الشعب الإريتري عندما صوت بنعم للاستقلال كان يعني للأمة، كان يقول نعم للأمة الإريترية. هذا الكلام. سلازي قدفونا حجي فليات نقرات للسمامة السودما نحنا أمة ويدما نيشن مخانا نفلت كم إرتراويان العلاونات كم زلناون نفلت كم إرتراويان أمة ونت دما ويدما أمة مهلاو حدا عندي ناي إرترا كون زجبرا مسرت سلزخوني السون حدا سمع كن بس حن كلا لنا خميرتان بزعبوه. لكن هذه الأمة التي اتفقنا عليها لا يمكن أن تصبح أمة أو لا يمكن أن تتبلور، لا يمكن أن تتضح إلا إذا توفرت كذلك ثقافة عليا مشتركة لهذه الأمة. الذي أمة ونت كمل كلنا فسيما نصب تكون ويدما حدا شبوت نجر ويدما حدا رؤي نجر تكون انت دقا تسمعنا هم إرتراويان دي مجمر يا كن سرته ويدما خننسخو زلنا حدا إرتراوي حنا حبار لعول بحالي كلونا اللون زبل أمر كنسرص لنا بحنقولنا مالتي. ولحسن الحظ أن أجدادنا وفي إطار جهودهم لبناء الأمة استطاعوا وبعد نقاشات طويلة جدا ومناظرات طويلة، وأنا لا أريد أن أقول الصراع بل تدافع، لم تشهد أمة من الأمم مثله لا في إفريقيا ولا في آسيا. استطاع أجدادنا من خلال نضالاتهم داخليا وخارجيا خلق ثقافة عليا مشتركة فوق العرق، خلق ثقافة عليا مشتركة فوق العرق. هذه الثقافة تمثلت في اختيار العربية والتجرينية كلغتين للثقافة العليا المشتركة فوق العرق للأمة الإريترية، عكس إفريقيا وعكس دول كثيرة في آسيا. بل إن أمتنا كانت النموذج الذي يحتذى به، وقد أثنى عليها الكثير من الباحثين لأنها قد حسمت هذا الأمر في وقت مبكر جدا جدا. لذي كما قالت أمي بحقوتاتنا نزين أي أمة أمر ويدما حسب كنسروه خلوه كما قالت أمي وكمون كم تصبق عدلنا هم إرتراويان أبتي كالسومن أبتي سعرومن كابيرتها كلا خلو خبلو حادي إرتراوي لعول ناي حبار بحد فتروخ إلهم زي إرتراوي ناي حبار بحلي ناي حبار بحد فتروخ له لعول بحد فتروخ له أب تن كل التقانقاتات تقرينيان عربين استمسرته مخانو نزانت سيروم أغميت أمه بأنصارو بزحات أفريقياويان هاجرات ولا بأي شيء ترفون كم زيد أمثله قرات زخوني من النت زدلدل وماونا زدلدل سقمتي أب إرترا بقوة نستوسته أب كالوت هاجرات ولا بتاريخهم تمرسنا في الريو عين خلنا أب إرترا جن أتسبقوا نصور زخوني مرجس إني روم بحقوتاتنا نوعها قديفة ملنا اللو مالتي كم ورشاوي دم كم رسي. الأمة لا يمكن بناؤها بثقافات متعددة، وأكبر كذبة في التاريخ هو مسألة مساواة اللغات. لا يمكن، هذا كلام غير علمي غير واقعي، كلام جدا تافه عندما يقول لك اللغات متساوية. اللغات نحن نختار منها بالتوافق، الأمة تجلس مع بعض
ثم بعد ذلك يختار ثقافة. هل هناك دولة في العالم الآن أو في المستقبل، أنا لا أعرف إذا كان في المستقبل سيحدث، دولة تمشي أمورها تسير أمور الدولة وأمور الأمة في السياسة الداخلية والخارجية وفي التعليم ب10 لغات مثلا أو ب20 لغة أو ب15؟ ما كل الدول عندها، أفريقيا بعد الدول عندها 80 لغة، بعدها عندها 19، بعدها عندها 70 لغة، ولكنها عجزت في تلك الفترة التي استطاع فيها أجدادنا أن تختار من ثقافاتها المحلية الوطنية ثقافة عليا مشتركة. فعندما تسارعوا فاختاروا ثقافة الاستعمار، عكس أجدادنا الذين اختاروا من ثقافاتهم المحلية ثقافة عليا مشتركة يستطيعون من خلال هذه الثقافة العليا أن يسيروا الدولة الأمة والأمة الدولة. سلازي نحادي أمة نخدحن ويد من حادي أمة ونت ويد من حادي نيشنود كتفترو خلها بتفعل بحدثات بتفعل قوانقاتات كتفترو أي كألميو. سلازي اتي زعبي حصوتا بيرترا بلوم زلنا يقوان تدارينا اتي كلنت ويد ما معرنت ناي قوانقاتات يلود سوع جرحو السو ناي بحكي حسايت رايز يكون حصوتيو أب عالم سي زخونت درجي تزي تفتيرا أنا أي فلتين المحجز فترة هاجرات قديان كالسلاسل أنت تأخوينن ويد ما ناي محدرة ناي حدا هاجر كل أنت تأخوينه أو زي قديات يكون أو اشتاو قديات يكون أب محدرة يكون أب كله حادي بحلاو العول بحلي ناي حبر يوزر محاضرا بطريقة خذا زفلا بحاجوتها دما نزي كابتوم كالوت أفريقياويان زفليوم إذا قد زي بوانو أنا سيروم سلزر زتردو أسفيروم لنا يوم كيدوم أفريقياويان كم أبن ندنا أخنو ست بينا بزحن الزلوان كل الحاجات أيناي حادي تمارز خوني بحلي خمرسا لعول بحلي خمرسا مس توادادرا أبتي ناي بعداوي بحلي ويدما ناي بعداوي قوقع أو تمديسن نوعو أصدقن أبتناتن حقتات يخون ولا ولا أسرار حاي تكالاتن بحاد بعداوي قوقع كم حادر مريسن مالتي. دكتور إدريس وأستاذ زين جست تنبيه بسيط لك ساعات كيدنا لنا نجيزي أبيكم دلنا خفلتكم إليه ساعات كيدو له سلازي نسو أبقى متى ألواهم. شكرا. 5 دقائق. نعم أنا قلت حنلخص ولذلك تركت أشياء كثيرة. نعم أنا عارف لأن الترجمة ساعات لنا الجفا أنا نجيزي من قال لنا ساعات دمر يا جست خفلتكم إليه فرقة هنا لنا. Thank you. يا جماعة أنا أرهقت نفسي كثيرا جدا وأنا أبحث في تاريخ الأمم وفي تجارب الأمم ونشوء الأمم الدول أو الدول الأمم عن مدرسة واحدة، مش مدرسة بل حتى عالم شاذ يعني خرج شذوذا يذهب أو يرى بإمكانية بناء أمة دون ثقافة عليا مشتركة. كل المدارس السياسية والاجتماعية ومدارس علم النفس الاجتماعي أجمعت على أن الأمة لا يمكن أن تتبلور إلا بنشوء ثقافة عليا مشتركة فوق العرق. والعرق هذا لا يوجد في العالم، هذا مشاريع متخلفة جدا لا يوجد إلا في إريتريا وإثيوبيا. مشروع القوميات سواء كان إثنية ولكن هو مش إثني، هو عرقي حتى في إريتريا وفي إثيوبيا، ونحن نرى ماذا تجني إثيوبيا من هذه المشاريع. هذه المشاريع حتى لم تكن موجودة في القرون الوسطى، هذه مشاريع متخلفة جدا. لذلك الأمم هي التي تصنع من ثقافاتها، تختار من ثقافاتها ثقافة عليا مشتركة فوق العرق. وأنا أريد أن أقول ثقافة عليا مشتركة لا تعني أبدا القضاء على ثقافاتنا الأخرى القائمة، ولكن التي تلعب دورا مهما في العلاقات وفي السلوك الاجتماعي
في الميادين الخارجة عن إطار السلطة. نحن نتكلم في ثقافة السلطة. إذن ثقافة السلطة والسعيد الثقافي الموحد للأمة بأجمعها. ولذلك نحن أجدادنا قالوا نحن لا توحدنا لا التجري ولا الساهو ولا البلين ولا كذا، لابد وضعوا ثقافاتنا كلها على الطاولة، فاختاروا من هاتين الثقافتين ثقافة عليا مشتركة فوق العرق تمثلت في اللغة العربية والتجريبية. لكن هذه الثقافة العليا المشتركة يجب أن تتوفر فيها شروط، سنذكر هذه الشروط. تفضل أستاذ محمد. ስለዚ እዚኣ ቁርባን ውሕዋ ዶክተር ግን ድሓን ሒዘን ኣለኹ ተነጥብታት እንታይ ኢሉ ኣነ ናይ ብሓቂ ነብሰይ ኣኪሜ ብዙሕ ስዒረ እውን ክፍትሽ ከለኹ ድማ ኣብ ካሊእ ናይ ካልኦት ሃገራት ወይ ናይ ካልኦት እማታት ወይ ናይ ካልኦት ኣሕዛብ ተመክሮታት ፈታቲሸ ፈፂሜ ካብቶም ኣብ ፖለቲካል ሳይንስ ሶሻል ሳይንስ ኣብ ዘፅንዑ ዝነበሩ ናይ ካልኦት ሃገራት ተመክሮታት ፈፂማ ይርከብኩን ሓደ ወላ ሓደ ካብኦም ዝብል ወይ ዝሰብኽ ሓደ ምርጫ ኣሎ ሓደ ልዑል ናይ ሓባር ባህሊ ካብ ኤትኒካዊ ወይ ድማ ዓሌታዊ ወይ ድማ በቆላዊ መሰረታት ፍሉይ ዝኾነ ሓደ ሃገር ክገብሮ ዝኽእል ኣሎ ኢሎም ዝፅሓፉ ወይ ኣይረኸብኩን። ስለዚ እቲ ሕጂ ተፈጢሩ ዘሎ ብኤርትራ ናይ ብሄራት ፕሮጀክት ኣብ ኤትኒካዊ ወይ ድማ ኣብ ቋንቋዊ ወይ ድማ ኣብ መበቆላዊ መሰረት ዝሰረተ ስለዝኾነ ንዕኡ ክነፅኦ ከለና ነቲ ናይ ኤርትራዊ ውሽጣዊ ብዙሕነት ንነፅግ ኣለና ማለት ኣይኮነን። ግን ዝኾነ ሃገር እማ ክኸውን እንተደኣ ደልዩ ኮፍ ኢሎም እቶም ሃገር ክምስርቱ ዝበቕዑ ሰባት ተሰማሚዖም ተመያይጦም ሓደ ሓባራዊ ባህሊ ልዑል ባህሊ ምስ ሰማምዑ ጥራይ እዮም ሃገር ክፈጥሩ ዝኽእሉ። እዚ ድማ ነቲ ነናእሽቱ ናይ ግልና ወይ ድማ ናይ ጉጅሌታትና ባህልታትን ቋንቋታትን ብዙሕነትን ዘፍርስ ኣይኮነን። ከምኡ ክንብል ከለና ነቲ ኣብ ስልጣን ዘሎ ወይ ድማ ነቲ ዓዲ ዘመሓድር ናቱ ባህሊ ኢና በዛዕባ ናቱ ባህሊ ኢና ንዛረብ ዘለና። ስለዚ ብሓጎታትና ኮፍ ኢሎም ነቲ ትሕዝቶ ናይ ኤርትራ ኣብ ጣውላ ምስ ተቐመጥዎ ንብሌን ወይ ንትግሬ ወይ ንሳሆ ወይ ንዓፋር ወይ ንናራ ኣይመርፁን። እንታይ ደኣ ኣብ ክልተ ምርጫታት ዓሊቦም ማለት እዩ። እሰን ድማ ኤርትራ ክንክትከውንሲ በዚአን ክልተ መንገብገብ ክትነጥር ክትክእል ኣለዋ። እሰን ድማ ቋንቋ ዓረብን ቋንቋ ትግርኛን እየን ንዐን መሪፆም ማለት እዩ። اختيار هاتين الثقافتين العليا، الثقافة العليا المشتركة لم يكن تعصب لدين أو تعصب لجنس أو كذا، توفرت فيها شروط. هذه الشروط اتفقت عليها الأمم، اتفقت عليها المدارس السياسية، اتفقت عليها المدارس الاجتماعية، إلا إذا كان واحد مجنونا ينكر هذا. هناك 5 شروط يجب أن تتوفر في اختيار الثقافة العليا المشتركة. نحن ننظر لو أجدادنا وضعوا كل الثقافات على الطاولة فنظروا فوجدوا هذه 5 شروط تتوفر على هاتين الثقافتين. الشرط الأول يجب أن تكون الثقافة العليا المشتركة التي يتم اختيارها متفق عليها أو متوافق عليها. فعندما وجدوا في التجريد لم يجدوا التوافق ولا في الساهو ولا في التجريد ولا في 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 في, في الكنما ولا في إلى آخره. فيجب أن تكون متوافق عليها ومتفق عليها. الشرط الثاني يجب أن تكون هذه الثقافة وليدة البيئة لحما ودما. يجب أن تكون وليدة البيئة لحما ودما موجودة في ثقافتهم في تلك. الشرط الثالث يجب هذه الثقافة أن تشبع الجوانب النفسية والحضارية والروحية لمن اختاروا هذه اللغة أو لمن توافقوا على هذه اللغة. الشرط الرابع
هذه الثقافة يجب أن تمثل ذاكرتهم الجمعية، ليس ذاكرة لمجموعة محددة، ذاكرتهم الجمعية. عنوان وحدتهم أقوى رباط يربط بينهم، والعامل الحاسم الذي يخلق بين أفراد هذه الأمة وحدة الفكر والمشاعر والوجدان في مسيرتهم المشتركة التي عاشوها ويعايشونها الآن بكل ما احتوته من آلام وآمال ومشاعر وأفكار إلى آخره. الشرط الخامس يجب أن تلبي طموحاتهم العلمية والفكرية. اللغة نحن ماذا تفعل اللغة؟ نحن نتمسك بلغاتنا وكذا، ولكن هل يجب أن نختار من إحدى لغاتنا اللغة لها تملك أو تلبي طموحاتهم العلمية والفكرية، يعني تملك رأس مال معرفي. هذه الشروط علماء الاجتماع والمدارس السياسة العالم كله اتفق على هذه الشروط الخمسة، يجب أن تتوفر في الثقافة العليا المشتركة التي تختارها الأمة. أمريكا فيها أكثر من 300 لغة ولكن عندهم ثقافة عليا مشتركة. السودان أكثر من 300 لغة ولكن عندهم لغة أو عندهم ثقافة أو ثقافتين تعتبر ثقافة عليا مشتركة. وهكذا كل الأمم. أحيانا يكون عن طريق الاستعمار ولكن هذا لا يستمر كما الحاصل في إثيوبيا. في إثيوبيا الثقافة العليا المشتركة لم يكن متوافق عليها، مفروضة، والآن ماذا يجري؟ لكن أجدادنا تم التوافق على هاتين الثقافتين لأن هذه الثقافة العليا المشتركة توفرت فيها هذه الشروط. ولذلك هذه الأشياء الحديث فيها أو تقديمها أو تبخيسها يعني طرح سؤال بقاء الأمة الإريترية كوجود في هذه المنطقة. تفضل أستاذ. سلازي نزن كلتا ቋንቋታት كم علاويان ቋንቋታት كم هاجراويان ቋንቋታት كمرسا هلوا عربين تجرينيان كاب أخرارنت ويدما خاب فاناتيسيزم سلعلي هاي من رجع أي نبرن ناتي يخون بزبل انتاي دا بسممع استقبرين القداي سلازنو بري السون مستي مصنعتتات ناي بوليتيكا يخون ناي محبرسب ليكاون زسفروه مع كنيتات مسو زخدا ينيرن إلي زأمن سلازي أب حقوتنا انتاي رخيبهم أبزي أنكل تقاومقاتات أب تخالي زي رخبوه إلا انت دا حتيتنا إتا وزر هذه سممع ناي حفشاو سممع كله اللو أب منقطهم زحاري وانزلو إتا خلايتنت بي كابتي ناتهم كبابيتات زمن شوت ويدما أو كابتي ناتهم environment زمن سأت كتكون اللوا تمرجهم سالسيت دما أتي psychological نفساوي ويدما بحلاوي ويدما داشمو ناتهم شوهات زروي خخنا اللون أبز شنخات ترى بعيد دما حدا نحبراو نحبر تذكرات كتفتر تخيل كتكون اللوا نحدنتهم معكنا تكون اللوا أبتي سمعيتاتهم يكون أبتي تحساسبهم كتمرب تخيل كتكون اللوا وزر 4 مالتي وزر 5 دما نتي ساينتيفيكاوي وي دما حساباوي حساسبا رأس مال ناتهم نعود تنكر كتكون اللوا سلازي كم خبال كله حجي كما بنو تداو سيدنا أو أمريكا كاب 300 ቋንቋታት زي وحده اللوا جن حادي نحبر بحلي لعول بحلي اللو أبتها جريلكا كمن زكاء الهجريو كمون أبكابينا انتداري نايو بسودان كم أبنت كمو زي أمثل خونتات علو مالتي أب إثيوبيا جن كمو زي أمثل خونتات زي فترة ولا أم حرينيا تسعر مبر ناي جزاء حيلي ويدما ناي جاكونا حيلي سلسلة كتعو ولا زرقحي يهلوا دامبر أب أسكاء خونتات زلانا إثيوبيا لعول حبراوي بحلي كتريو لزقولو أنقا كلهم تا قنقم حرينيا نمبالي
في ختام هذه الأمسية أو هذه الدردشة، أنا لا أريد أن أدخل في تفاصيل كثيرة، حاولت أن تكون مختصرة، ولكن عندنا مواضيع كثيرة جدا جدا، ولكن نظرا أيضا الوقت ولكي نستفيد من الأسئلة أريد أن أتوقف في هذه النقطة، مع رجائي أتمنى أن هذه النقاط التي تحدثنا عنها هي ليست نقاط اجتهادية، هذه النقاط فرضتها ظروف دولية وقوانين دولية وشرائع دولية وتمسك بها أجدادنا، ونحن عندما فقدنا هذه المشروع الحقيقي الذي تم التوافق عليه يبدو أننا الآن نواجه مخاطر سؤال وجود بقاء الأمة الإريترية. شكرا لكم والسلام عليكم. ስለዚ ኣብ መወዳእታ ክብሎ ዝኽእል ብምኽንያት ሕፅረት ናይ ግዜ እዚ ዝብሎ ዘለኹ ክድምድም እንተዳ ፈቲነ ናተይ ባዕለይ ዝመሓስክዎ ወይ ድማ ኣነ ዘምፃእኽዎ ሓሳባት ብናተይ ፃዕሪ ዘይኮነስ ምስቲ ዓለም ለኻዊ ምስቲ ኢንተርናሽናል ማዕቀኒታት ወይ ድማ ስታንዳርድ ዝኸይድ ምስቲ ሕግታት ናይ ሕቡራት መንግስታት ዝኸይድ معكنيتات أو استمركوس سلزخونة ناي ولكي ويناي نحس جلة الحسابات أيكون كل زغرب زنبوركو انتهي دقا بمصنعات استجابري كسرحنا زخيل عجزس قاعد نازلو زي أب حدا قاعد يلو زي كله أمرات لو مشت كنت نتنوز صنحنا أب حدا قاعد زقتو مخنيات أبتي كبابينات فتيري زلو أبتي كبابينات تخصيت زلو نعبتات ويدما وقعد حدا مغنيات هون يخليو بزي انت زي سيلان احنا بتينا ارتراو اماونتنا نعو اتبغنا انت زي حزنايو لك هم كالوت اب حداقا تسابقنا هم كنترفينا مالتيو حداقاتات اب كابينا زلو تسألونا بألوتاوي مقادتات تسألونا سلزخيل كم ارتراويان صبوك يدا حد زلنا قداي كوينو يرعيني ويغني لي. اوكي. حضرات بنت خفت عدلك خفت إلي أيلو. هاي أنا يحكي أنا مسكنك دكتور إدريس موشي أكون أسترجمه خنجاز الحالة معلتي أستاذ زين عمر شوكي. أنا نقرأكم ما يخليني من تاي تحقيص الله بوش تاي تي تحقيص دم خمسة عينات مصنعتي أب تاريخ إريترا زتجبره كوينو أيسمعنن تتجاجي نقولوني جن بتعمي سفيح زخونة نويح زخونة عميق زخونة مصنعتي بزعباني ماونت كم دكتور إدريس مشي أي تجبرن أي تسرحن أي دفت أماني بالإذن هي بعد تحقص يهبنن عين من داي أبزز لنا أخم عن تويز بالكم مخلتهم بتعمي حاجة جنيا زخونة جيزين دينا زلنا أب تاريخنا إريترا إتي إريتراونت كتأفق سلازدليو إتي إريتراوي إريتراس كم زلع كتأفق أما بكولونياليزم زمت أتهاجلي عيلكا مزوع كن سمع قنينا عبزان زحلف عصر تخلط ورحي سلاز إزي نزخولو ساتهم زبلوزلو زي سبرون زي جمسوسون زفرسوني إزي مصنعت زيسي أسفحنا كن فلطون كان نقرن يقبع. In fact انت أتخيلو دكتور إدريس كم ناي كورس جيركا كتبنا تخيلكا أينو بروفيسوريكا أو يونيفرسيتي حجزي عابي خبيد نقر كون تسفع علني كي خون تسفع علنا مالتيو كم كورس جيرو قرب سي إذا ناتي تمنيتي ولا همدنيش تي ما ماجول جيركا همزي part 1 part 2 part 3 جيركا دلخا قوم جيركا خم أستمر تهبنا كم أجرنا بروجكت خنجبر مس إريتريان سنيت موفمنت مسانا سريح كأكم وخن بس احتسفا جبر زي ناتي ريتوي مالت زي ما تركم الله يدحري we will move on أستاذ زين he can work with us ترجميها كوثر ترجميها أفكارك هي أنا ما تابعتك ما سجلت نقاط ترجميها ترجميها أنا بقول أنا سعيدة جدا لأنه لأول مرة بشوف إنه في هذه الدراسة لأول مرة تحصل في تاريخ إريتريا فهذه الدراسة عميقة وطويلة وأنا متأكدة أن أخذت منك الوقت الطويل يمكن سنين دراسة في الأمة الإريترية وهذه الدراسة مهمة جدا خاصة في هذا الوقت
الخطيرة التي تمر به إريتريا والإريتريين بصفة عامة. فأنا أقترح أن يكون في نوع من دورة ثقافية، دورة تدريسية للشعب الإريتري عن هذا الموضوع، يمكن زي الكورس، يعني كورس ثقافي أكاديمي حتى نستفيد وتعم الفائدة. لو استطعت أن تشتغل معنا كسنيد هذا يكون شرف لينا. هذا هو مغزى الكلام اللي حاولت أقوله. دكتور إدريس، ما رأيك في هذا الكلام؟ عندك تعليق دكتور؟ تفضل. لا مستعد، ما عندي. هذا شرف لي أني متواجد معاكم، وأنا تحت الخدمة بما أستطيع. يعني البضاعة البسيطة هذه هي ليست بضاعة بالمناسبة، هذا هو تاريخ أجدادنا الذي تم أو الذي حاول البعض أن يغطيه يعني وأن يهمشه وأن يقزمه يعني. فأنا كل ما فعلته صحيح، بذلت جهود كبيرة استمرت لسنين طويلة جدا جدا، بداية من إريتريا إلى خارج إريتريا، ولكن يعني في الصحف وفي الجرائد، لأن تاريخ أجدادنا فعلا وتاريخنا نحن يعني لم يحدث في العالم ما حدث بتاريخ إريتريا للأسف الشديد. ما جمعته، أنا فقط جامع، وأرجو أن لا أكون جامع حطب يعني. شكرا. لا أشكرك على هذا التواضع دكتور إدريس. نعم حدوثات كسترجمان نزيع كوثر انتهي دكتور إدريس زي تبليو زلخي أنا مساهم يجوهم باستخالة مثلا بعقمي كله زلن كيلتات مساهم كسرح دلو مخاني ترايزي كونس حبني يسمعني كرات يسمعني السودما أنا ناتيس عري كونن أنا نوح عمتات سعودلس أنا حكو أخاخي به زسفركو أو ورقة سرح إيو كومو ترايزي كونس كسرحنا زخل إليه سلازا أمن زخل جزيان نسعرن أدفئ له مالتي حجي كومو خبل كله أنا نتي إرتراو أماونت بعتوبنت كتحز أبزخوني وفر مساهم كزلوه ترايك الراجز يزخل بتحتنا دما ناتي ترايزي كونس ناي كالوت صعب زلوه قداي سلازخوني كان ناي بزوحات أسنيعي تمراميري زمس أخوه حساباتيو. متحف تتصحف على اللقاء دكتور إدريس زعبازي ما أنا أريد أن أقول فيك. نعم أريد أن أقول أنا عندي كتبت كتب، ليس هذا فقط، عندي مجموعة كتب، لكن أريد أن أقول أنا دائما أستحي يعني صراحة للأسف نحن مجتمعنا لا يقرأ، مجتمعاتنا نحن لا تقرأ، ويعني مقابل ما التضحيات الكبيرة جدا جدا التي بذلها أجدادنا، مقابل التضحيات الكبيرة التي بذلها أجدادنا والذين دفعوا الدم الغالي والنفيس حتى تحرير واستقلال إريتريا. عندما واحد ينظر إلى هذا الأمر، وأنا قاعد في بر أكون ولا في الخارج، شوية كتابات هذه أن أقول أنا فعلت كذا، هذا أحس بالحياء وأشعر بالحرج، لأنني لا شيء مقابل ما قدم لهذه الأمة. نعم. سلازي أنا أنت خبري أبزي أنيش تأخذ بلاز النجار أنت على بخينه كما ملأته حبرة السبنا بزوح عين ببنيو ناي من باب شجرة لنا السطر زي كونس بتحتنا كغربوز قددن قداي انتي نرو بزوح مصحفتي صحيفه السطر زي ناي أمة ولد راي كورن بزوح مصحفت لني جن بتحتنا ترايخ نزي كريو زخيل مخنياتو بمنتهي زي الناس عزرو انت مسواتي تعب مسواتي أب حقوقاتنا زخفلوا بدم يخون برهاس يخون بسعر يخون نوعو مسخ ودادرو أيكلين يفلسيمه حجي بزع عين السلازريو بتعمي بتحتنا هي زقرب نزي حسابات زي كقربه الله كل شيء مستسم سعروا مستسم زقبروا مستسم تبجيو مسخ الناس فلسيمه أيكلين
عندي مجموعة من الأسئلة كوثر لو سمحتي لي شوية عشان تغني الأمسية وبعدها نفتح للجمهور يعني ما هي أسئلة كثيرة يعني. طيب اوكي حتى تغلي خاب قلت راح هذا قلت سلسلة ندابلك so we can keep track كمون كبرات تعذبتنا بفيسبوك زلهم كمون بيوتيوب بحلف فيسبوك زلهم يوري الله حتى تاتي ما تصطلوا سكرين علني حتى معروف لي بزخنا قانقة ثانك يو سلازي دكتور سوري أستاذ زين عمر تفضل حتى أطرح حديث. جميل. دكتور إدريس أسئلة كثيرة هي طبعا وأنا ما حأمسك أخذ الفرصة بتاعت الجمهور وأستلمك بنفسي لكن في السنوات الأخيرة قبل استقلال إريتريا وبعد استقلال إريتريا كانت في كتابات مثلا ناخذ شخصين وهم عندهم ارتباط بشكل وثيق وعندهم مواقف مشتركة وعندهم واحد فيهم أستاذ والثاني تلميذ له واللي هم المؤرخ الإسرائيلي البروفيسور إيرليش هاجاي وهو من المدرسة في الجامعة العبرية أستاذ تاريخ هو. هذا الرجل كتب في التسعينيات كتاب اسمه Ethiopia in the Middle East وأنا قرأت هذا الكتاب وكتاب شيق جدا هو يعني. هذا الرجل في كتاباته وفي رؤيته لإثيوبيا وضمنا إريتريا يتحدث عن أنه استقلال إريتريا ليس مبررا. استقلال إريتريا لن يدوم. استقلال إريتريا هو حالة مؤقتة وبالتالي زوال هذه الحالة المؤقتة مرهونة بعدد من السنوات ممكن تكون 10 ممكن تكون 20 ممكن تكون 30 يقول هو. على نفس الخط مشى تخستناغاش في كتابه عن الفيدرالية ويتنبأ فيه بعودة الفيدرالية بين إريتريا وإثيوبيا وهو طبعا تلميذ له يعني وكلاهما أستاذ تاريخ هذاك في الجامعة العبرية في إسرائيل وده في جامعة أبسالا وفي عدد من الجامعات الغربية أيضا درس يعني تخستناغاش وآخر مرة كان مشى لتيغراي بعد ما تقاعد عشان يدرس في جامعة تيغراي لكن جامعة غوندر أغرته بالمال فترك التيغراويون وحكى لي واحد من التيغراويين الأكاديميين إنه الرجل ما عنده مبدأ عنده كل شيء اللي يهم الفلوس فبعد ما اعتمدنا له كورسات ووفرنا له سكن تركنا وراح مقابل إغراء مالي إلى جامعة غوندر يقول يعني. هذه الشخصيات يا دكتور تنبأت بأنه استقلال إريتريا حالة مؤقتة هو وسيزول. ما رأيك في هذه النقطة؟ والحالة الثانية هي دور مراكز الدراسات في تعضيد الأمة الإريترية. نحن من نؤمن بنضال شعبنا وبتضحيات شعبنا ونكبر هذا الشيء ويشكل يعني نقطة هامة جدا في وجداننا وفي ضميرنا أضعف بكثير من خصومنا ومن مناهضينا يعني. مكتبات العالم مليئة بهذه الحثالة من الدراسات اللي أنت وصفتها يعني هي دراسات تقزم الشخصية الإريترية وتنكر على الإريتريين الحق القانوني اللي موجود في مواثيق الأمم المتحدة وهو حق تقرير المصير يعني كمستعمرة قديمة من المستعمرات وكل الشعوب. وأنت ذكرت في محاضراتك السابقة حتى الولايات المتحدة الأمريكية نفسها هي مستعمرة يعني استقلت ونالت استقلالها وأصبحت أمة بناء على هذا المعيار يعني. فلما ينكر يعني لما تملأ مكتبات العالم بهذه الدراسات الضحلة التي تنكر حقنا في الوجود وحقنا في تقرير المصير وضعف الإنتاج الوطني الإريتري الذي يعاضد هذه النظرة التي أنت تنطلق منها عندنا مشكلة معناتها حقيقية يعني. فنحتاج إلى مراكز دراسات حقيقية يعني. النقطة الثالثة هي التواضع. صفة حميدة دكتور فيك يعني وأنا أكبر فيك هذه النقطة ومن تواضع لله رفعه يعني. أنت يعني بتواضعك حتعلو أكثر ما تتنازل عن صفة التواضع لكن لا تتركها تسيطر على عطائك فعطائك حيكون ممتد لسنوات طويلة. أنت ما شاء الله عليك شاب صغير واليؤمل منك واليرجى منك الكثير هو. فهل تحسست يا دكتور
يعني أفراد وجماعات ومراكز تشبه ما تحلم به أنت من مشاريع، وكيف يمكن أن يتحقق مشروع من هذا النوع يعني. خلينا أترجم هذه النقاط بالتقرينية باختصار دكتور. أنا انتهي لي حتقول لأخونا دكتور إدريس بزح مصنعات تخايديو بزعب إرتراوي مننتن إرتراوي أماونتن جن كابهم كلتة كتاب اسمه فتخونيري السم ما خلتة بتعمي عزوز زخونة بوتاز اللهم أكاديميين يوم اتحاد تي إسرائيلاوي بروفيسور إرليش هجايشمو تخلي دما بروفيسور تخستناجاش I don't know كسب كندينا إرتراوي تخستناجاش عبسمرة تولد عبيو إرتراو خونه خليو زي إرتراو خونه خليو بمبقولو زخونه خينو إرتراوي يهون أيهون تخستناجاش نإرتراو نت زسارر صعوفات رايك صعوف ترخبون تريون حجي زيهم كلت زياتهم كأ زت أساسنا اللوم اتحاد ممهور كوينو تيرليش هجاي أب ممهور يو كمان كنقول له إني تخستناجاش بزح أبتناتو الرأيان تحساسبا سمر كوسة صحوفات الصحف إرليش هجاي فسيمو بإرتراوي من نت إرتراوي زي أمن سلزخونة السهاناتو أسر تغطيرو معت مصحفتهم صحيفهم إرتراوي ز حسن زفرسن نزياتهم كن بدهم تداخلنا حدا ناي مصنعتي معكن كدليان ناي مصنعتي سنتر كدليان ناي كنا إرتراوي أماونت زدلدل زحيل زعززن جن كمزي يلن كمي جيرنا هنا خمسة نفتر نخل إلى حتتين نرى سالسيتي تحتنا دعم صبغيو كل شعب تحتنا هتغرب حساباتك جن تغرب زلها حسابات بتحتنا نكلس بلوس حسابات هتغرب زلها كما خازن أمسلو إرتراويان مل عالم كله يقول يوم قالوا خايلة زعمنا عني مسؤوم دساسات وغير كام مسؤوم كتراخب بحسب كنكم كسرحوا نإرتراونتن إرتراو أماونتن نإرتراوي منتن زدلتن ما أنتي كالصحاف مغنياتو نريو زلنا زين إرترا زناقسن إرترا نإرتراويان زناوسن نإرترا دحريز زغوتا أب معت بيت مساحفتي تدوكينو قالوا مساحفتي كم مصنعتات كم يجينا هنا خنبدهو انتدأ نحنا كنا فرنت زي كيلنا بإرتراويان تجوهات إرتراويان إرتراويان زقرعون زأمنون بحسب كويرم تزي سريحهم كم يجينا هنا خنبدهو نزق خمسة مسألة بدهو إلى حتتين رمالتي. تفضل دكتور. شكرا أستاذنا. أسئلة فعلا يعني أستاذ زين شركاية. المؤرخ إرليخ عندنا قائمة طويلة جدا. إرليخ وهو مؤرخ إسرائيلي كما قلت، جرينفيلد، ماردان، مجموعة كبيرة جدا. هؤلاء الناس نحن يعني ما ذكرناهم لأن هذا التليفون هذا قاعد يسخن شوية. دكتور مش ما ذكرناهم بس كتبهم هي الموجودة في المكتبات العالمية. هنا خطورة المسألة. لا نعم، أنا قصدي ما ذكرناهم في هذه الأمسية هذه لأن كلام طويل جدا. يعني المؤرخ الإسرائيلي إرليخ قلنا وصف الأمة الإريترية بأنها حركة ضحلة متأثرة بالعرب، ونحن نعرف رجل إسرائيلي، ولذلك علاقاته اللي كانت مع إثيوبيا وإلى آخره. وفي أحد الباحثين الكبار جدا اللي أنا جون سارانسون، هذا بينتقده لأن الإرليخ هذا بالغ جدا في عدائه لوجود الأمة الإريترية. فيقول في ردا على إرليخ هذا الكلام ذكره في كتابه الصراع، نشر في مجلة الدراسات الأفريقية في الصراع على إريتريا
فيرد عليه جون ويقول أن حكومته المتحالفة منذ فترة طويلة مع إثيوبيا توافقه على ذلك. فإذا موقف إرليخ أصلا هذا موقف سياسي في الدرجة الأولى. والرجل هذا يقول في مكان آخر من كتابه: الإريتريون ليسوا أمة منفصلة بل هم إثيوبيون غير راضين. هذه العبارة، هم إثيوبيون غير راضين، بمعنى لو قدم لهم بعض الأشياء، بعض الحقوق ممكن يرجعوا، لأنهم أصلا ليسوا أمة، لا يمكن أن يشكلوا أمة. ويجادل في كتابه الصراع على إريتريا، يقول الإريترية كانت في الأساس نفيا للإثيوبية أكثر من كونها شعورا متأصلا تاريخيا بالانتماء الإريتري كأمة. وأنا طبعا في كتابي هذا يعني تحدثت كثير عن هؤلاء مثل إرليخ وغيره وانتقدتهم، ويعني كتاباتهم لا ترقى إلى كتابات علمية بل هي مواقف وانطباعات سياسية أكثر منها مواقف علمية. عشان نترجم. نعم. أبتا مجمّر يحطي من اللي شاله دكتور مالتيو اللي شاقاي كم أبن نتداو سيدنا يو نتي أب إرترا زلو كالسي إرتراو من النت نعو أم الناس عدي وعلن كل شيء مسنا أسيو حجي يلصقون نتي إرتراو من النت كدا نجر شالو يزبل شالو كمزي عمقت زي بلو ضحل يعني عمقت زي بلو فلسيمكا كمزي كتنتن كله عمقت زي بلو داشميو مرنتي إلو يزي زقلصو دحراي دما إرتراويان إثيوبيان كله إثيوبياويين نتهم نسيقهم مس عرب بعرب تدريهم زنكسا أسيوم يبل أمة يكونون ويدما نيشن يكونون يبل كمون إرتراو من النت من ساق دي إثيوبيا ومن الناس تفترة دايمبر نفسه خالة من النت يكونن يزبل حجي حدا نعوز نكف جونز بهال حدا تمراماري إذا سبعي زي تسو زغربا مصنعتات مستي مرقصات ناي منغستو ناي إسرائيل زقيد يلو قليسوا مالتو جون كمو خبل كله حقوي نيرو ناي إرليش حقاي مصنعتات بزعبا إرتران بزعبا خابين أنت داري نايو فالسيمكا أكاديمياوي إلكا أفكام اللي حتزارول زي كأليو مغنياتو بوليتيكا استمسرته مستي بوليتيكاوي كونتاز زقوعز نحادي بوليتيكاوي الرأي زدقف سلازي مصنعتو بساينس ويساينتفكاوي كقلة زي كل مصنعتي يصحفوا تصحفوا كومينيرو مالتي بالدكتور. تفضل دكتور. طيب السؤال الثاني وهو سؤال مهم جدا جدا، أن استقلال إريتريا يعني كثير من الباحثين وهؤلاء الذين كان لهم مواقف، وبعض الباحثين طبعا كانوا باحثين حقيقة وكانوا يبحثون عن الحقيقة، يعني ذهبوا إلى أن إريتريا لو استقلت فإنها ستكون حالة مؤقتة. وأنا ذكرت بعضا منهم الذين بالغوا واللي كانوا أصلا ضد الأمة الإريترية والذين ناسبوا الأعداء للأمة الإريترية، قالوا أن استقرار إريتريا قد يخلق مشكلة لإريتريا وللمنطقة بكاملها. ولذلك نحن نقول، وهذا هو السبب الذي أنا جعلني أبحث عن الأمة الإريترية ومفهوم الأمة الإريترية ونضالات الأمة الإريترية وجماعة الأشياء التي تحدثنا عليها سابقا، ويجب علينا أن نكون حذرين لأن هذا الملف قد يفتح من جديد. أكبر خطر يواجه وجود الأمة الإريترية اليوم ليس مشكلة دولية، لأن إريتريا قد أثبتت وجودها كأمة بقوة السلاح من جميع الأمم الأفريقية، كل أمة، ولكن وضع إريتريا كان يختلف. إريتريا أثبتت بجدارة أنها أمة، ولكن التحدي الكبير هو تحدي داخلي وليس تحدي خارجي، لأن التحدي الخارجي الأمة الإريترية عندما تتماسك هذا مقدور عليه،
لكن التحدي الداخلي هو الخطر الماحق الذي يهدد وجود إريتريا كأمة في هذه المنطقة، وهو العيش التمايز. إذا لم نتمايز، وهو الشرط الأساسي في وجود الأمة الإريترية طبقا للمواثيق الدولية، هم رفضوا. لماذا؟ قالوا لا، أنتم لستم متمايزين. فاليوم نحن بعد هذه 130 سنة من النضالات ومن العيش المشترك، عندما نجد مسألة التمايز مطروحة للسؤال. واحد يقول أنا تجراوي، واحد يقول أنا إثيوبي، يعني المشكلة التمايز هذه مشكلة كبيرة. إذن هذا تحدي داخلي. والنقطة الثانية، هذا قد يسبب أو قد يؤدي إلى عدم إرادة العيش المشترك، وهذه النقطة أساسية جدا جدا في وجود الأمة الإريترية، التمايز وإرادة العيش المشترك، بالإضافة إلى الرؤية الواحدة للهوية الإريترية للأمة الإريترية. تفضل. ميوتد لك أستاذ زين، ميوتد. أحسن ربي. تفضل. عليكم كنت حسب دكتور حسر زلو. سلازي تي بزعبا ناسنت نيرتراوي حرنت نيرتراوي دما كنزارب كلنا اتوم زي ጉዳይ እዚ ወቅታዊ ወይ ድማ ንግዚኡ ጥራያ ኤርትራ ሓራ ክከውን ዝብሉ ዝነበሩ እቶም ብመሰረቶም ነቲ ናጽነት ናይ ኤርትራ ዝቃወሙ ዝነበሩ እዮም። ከምኡ ክብሉ ከለዉ ድማ ኤርትራ ዋላ ነፃ ሃገር እንተደኣ ኮይና ሽግር ክትከውን ኣብቲ ከባቢያ ኢሎም እዮም ዝሰብኩ ዝነበሩ። እዚኣቶም ብጎኑ ገዲፍና ንሕና እቲ ንዓና ዝብድሃና ዘሎ ኣዝዩ ዝብድሃና ዘሎ እዚ ጉዳይ እዚ ከም ብሓዲሽ بعالم لهاو درجة خفت كم زكال نزنجع إنا زلنا هم إرتراويان. إرترا أبتي 14 زنبرتو لستغليا مغنياتو تمرج أثاتنا كم إرتراويان قرب كالسنة خل نريق لنا. بزوحات كمانات في اليوم أبكالي خدو زدلي زلو نريق منا زلنا بقلسي. إرترا بقالسا بدما نوح عمتات استخفلي واقع مسيح نكولا نكنسا حجي اتي وشتاوي بدهوز بدهنا زلو السين إرترا زهددا زلو السين إرترا خطفع زخل وشتاوي بدهوتا دما انت وشتاوي بدهو دما انت منتينا كنحسرون نخيل ابتي فلوينت ناي إرتراويان كم إرتراويان او ترتر كحادر جميرو له تمايز زبلو زلو distinction بعرب بانجليش فلوينت نبلو نحنا بتقرينيا ابو شجر علنا قال يوم بتقرا وسدنا زليو قال يوم تكلاي جزات بروجكت ناي قدم زنبر زفرسه ناي اثيوبيا وسدنا زليو ناي بحكي اسغاي زخونه خنتات نرينا معبالتاتنا نرز لنا السدما نتي ناي حبر ناي حبير كبحنسب منبر دليت نوعو يحسيرلو يحسيس توم بإرترا نيرترا حيزم كترفوز دليو عبتي إرتراونتهم كتراتروهم جمرو سلو زلو مزيهم كما يرك حدير كحدبر تخيل زبل سمعيتات كحدير جميرلو السدما نمسائنا إرترا حادي نصور رأي حبراو رأي كهلونا أي حجزنيو سلازي اتا حطو ناي فلوينتنا ابدا يحطو ملكت اتي الله الصعب نخيت اتو صعرها نقبر لنا هم إرتراويان السدما حدنتنا هندلدل لنا بمنتنا هنكرع لنا هذا زخون رأي كلونا له ابزي قداي اماونت ويد منيشن هود ناي إرترا كم إرترا. لو سمحت لي الآن أستاذ باشمهندس كوثر، أنا السؤال الأخير هذا سؤال مهم جدا، وهو هل تحسست مشاريع يمكن أن تحقق ما تسبق إليه؟ لذلك أنا أريد أن أخذ دقيقتين أو ثلاثة للإجابة على هذا السؤال، لأن يعني هو سؤال كبير جدا جدا، ولكنني سأركز على نقطة أساسية مهمة جدا جدا جعلتني أحس بأن هناك جهود كبيرة جدا جدا تبذل
ولكن هذه الجهود لا ترقى إلى طموحات المشروع الوطني الإريتري الذي ذكرنا عناصره. أهم نقطة قاتلة والآن متوفرة لدينا وموجودة في ساحتنا، سواء كانت على ساحة المعارضة أو على ساحة الدولة الإريترية كنظام، هي مشكلة، وهي مشكلة كبيرة جدا جدا، هو مشروع القوميات. يا جماعة، مشروع القوميات هذا أنا تحدثت عنه كثيرا جدا، وممكن إذا وجدنا فرصة في هذا المنبر سوف نتحدث عنه ببحث علمي بشكل علمي وموثق. ونحن نعرف، الأستاذ زين يعرف وكلكم تعرفون أن هذا المشروع هو مشروع استعماري جاء به الاستعمار الإيطالي لأول مرة، مشروع القوميات، وكان يهدف إلى تفتيت الأمة الإريترية وتقسيمها حتى لا تواجهه هذه الأمة كما حدث في ليبيا. ولذلك هذا المشروع الاستعماري بعد أن خرج الاستعمار، بعد النخب الإريترية تبنت هذا المشروع لنفس الأهداف، ولكن أهداف داخلية تحققها من خلال هذا المشروع، وهو الوصول إلى نقطة أساسية مهمة جدا جدا، الهدف منها خلق أقليات وأغلبية في إريتريا كما يحدث في إثيوبيا. وإريتريا لن تستقر، لا يمكن أن تستقر في هذا الوضع، لأن هذا المشروع، أنا أريد أستاذنا زين شوكاي أقول هذا الكلام بعدين أنت لخصه، لا نريد أن نتكلم عليه. هناك نقاط أساسية جدا جدا نتيجة التقسيم القومي في إريتريا. هذا المشروع خلق دينامية تنافس هش، ولا أريد أن أقول غبي ولكنه فعلا غبي، بين بعض القوميات وبعضها البعض، وربما في المستقبل قد يخلق اقتتال كما يحدث في إثيوبيا. هذا المشروع قضى على الحقول المعرفية والحضارية الجمعية التي تحدثنا عنها للأمة الإريترية، وأضعف علاقة التبادل والتفاعل القائمة بين أبناء الأمة الإريترية منذ آلاف السنين. الأمر الذي سيؤدي إذا لم يكن فعلا قد أدى إلى حرمان أمتنا من كل فرص التكوين والتلاقح الجمعي وخلق ثقافة عليا مشتركة غير فوق العرق لهذه الأمة، أمة مدنية. أي أن القومية يا جماعة أصبحت أداة لتفكيك الحقل الثقافي والحضاري الذي يربط بيننا، وهذه نقطة خطيرة جدا. أنت تريد أن تقضي على أمة، فكك الحقل الثقافي والحضاري. النقطة الثانية، الفكرة القومية هذا أو المشروع القومي، القوميات، دفع إلى نشوء آلية انطواء أعمى على الذات المتوهمة. فالجبر قالوا نحن جبر، عايزين يكونوا هم يكونوا كذا. التجري قالوا نحن التجري ونحن كذا ونحن كذا، والبلين ولا إلى آخره. ذات متوهمة لا يمكن أن تتحقق في داخل واحد يعرف، وخاصة بعد أن نتكلم عن النخب، وخاصة تلك التي تغذت على الأطباق المسمومة في مراكز التدجين. هذه المراكز كلنا نعرفها. هذه الأمور هذه دعمت العودة السلبية إلى ماضي لم نكتبه نحن ولا أجدادنا للأسف. هذا المشروع حرمنا من كل إمكانية الانفتاح الجمعي على المستقبل. كل واحد يريد أن يذهب إلى المستقبل بنفسه. البلين يريدون أن يذهبوا إلى المستقبل كبلين، الجبر يريدون أن يذهبوا إلى المستقبل كالجبر، التجري قالوا أنا عايزين التجري إلى آخره. هذا يا جماعة أمر أنا أتكلم بكل وضوح جدا، يعني ليس فيه. وعمق داخلنا ما يسمى زورا وبهتانا النزوات والمشاعر السلبية والسلوك غير العقلاني الذي ترونه جزء منه يتقيأه بعض من أبنائنا ردهم الله إلى عقولهم في وسائل التقاطع. أنا أسميها وسائل التقاطع الاجتماعي وليس وسائل التواصل الاجتماعي. دكتور خلاص نختصر شوية. هجي أبتي
كحتو بتحتو ناي مساخا كسرحو زخولو نعها زمسلو كتنادي خيل كاديخا الى حدتين ري اللو ديوم اللو خا انا الى امن اب تفرد يكون عاتنا عالم كمي غيرنا نزيوم اب حدا بوتا وي دما نحجزهم كلاتنا حدا كوبون ارتراوي نيرترا زمسل بروجكتس ك كسرحو لنا وكفريوها صعوفاتهم زياد اقدس تحطوا خينا السميعات النيلو سلازي قرب ابا تلقي لك الزعربيه بحافظ الشيخ نري انت اخوينا قالو سعادتات يجبر له جن كمت زدلي ايكون نزل قصاب لموان زعبي حدا قاد مانتي ارتراوي مننتنا زفرس تدارينايو زي ناي بهيرات امريو ناي بهيرات امر وين ناي بهيرات بروجكت تي كندي رقحيتات ني ارتراو مننت كفرس زخيل كوني زرعين نعي وزدما بحافظ الشيخ نزارب زي كوينو انديتيل نزارب عين خلينا جن بحافظ الشيخ انتي زبل اني زي مستاليان زمزئ امريو مستاليان زمزئ بحساسبايو طالانكم صخلون عدنا كجزوا خلو انتي سقيوم كمتي قبلي بيا زغاطمم تقاومو نخي غاطمم ابهرات غزازيها نزي حزب زي حد 50 كون غيركا تقاومو كمزي يرئي زي تعويتهم له غنبل نخلينا بخفيل تزخف قداي جن زي بتاليان تسريحو طراي ابو كترف زنبرو ناي مغزاتي مستودئ ارتراويان كالوت مسيوم نزا امرزي ناتوم غيرومو زي ناتوم غبرو خلو حجي زي لومي انريو زلنا بارترا ناي بهيرات اكفافلا مسيو مالتيو ابو تمركيسو زي دما نتي ارتراوي التحسسبا نتي ارتراويان ننحتهم كواسبون انتراكشن كغبرو ارتراوي ناي حبار لعول بحالي خطريو كالكيلووم سلازي نحادي هاجر كتفرسو انتدى حاسبك نزي كتفرس لك اقدمك اتي cultural and civilizational زبلو القضاء على الحقل الثقافي والحضاري التي كنكساسلو زخولو مدايات كنكساسلو زخولو مداتات ناي بحلن civilization نعو اندحر افريسكايو اتزعابي بتعمل effective زخوني ناي مفراس تاشميس كم زلها تفلت عليك حجي زي اب منقونا استفطري بزي امر ناي بهيرات زي عقاب زي كوني اب مسرت زي بلو بحبل استفطري متوهم عينتيو كابي خمس مسألة فلت إن كلاتنا اب قال ما أدتات بسم جيروم زخلصونا زخلصوم نقله إرتراويان نسوم دم حزوما أبانا زمزي حزوما أبانا زمزو سلزخوني نتوم إرتراويان انتاجروم نفس وقف بجلة مسايعة نبينا خمت بدهو نبينا خمت بدهو خمت خيل أردي أمة مالت حجي توم بريند زاربو توم تجريد زاربو توم سعد زاربو توم جبرتي توم كلهم كفالات نايز بإرترا إرترا زقبروا نبينهم خدو رئينا يوم من أبز حالة عامتان أنا نايب حكي بجهد الزارب يمرز زقول دايزي نعنا بطعمي حسينا له نعنا خبنا حليف هم ندكنا يحسيهم الله حجي يوم أب سوشيال ميديا مسيوم الزارب زلوا زي زرخاخب زي كونس زبتاتن أمرات كزرقحون ريهم لنا ناي بهراتهم يكون ناي ولكم ناي مجلتاتهم بخمسي دحور ويد ما زي مسألة زي بلا جماعة كقربوا خلوا بتعمي زسقعك إلى عريبه مالتي. هل أضيف نقطة أخيرة شوية؟ تفضل دريس. تفضل. نعم، الآن ننظر إلى إثيوبيا على سبيل المثال. إثيوبيا لم تصبح أمة حتى الآن، والسبب في ذلك هو مشروع القوميات. مشروع القوميات
لأن فكرة القومية دائما وأبدا تلغي شروط التبادل والتفاعل بين أبناء الأمة الواحدة، وتلغي إمكانية سيرها نحو الاندماج الثقافي الحضاري الإيجابي المتوافق عليه. أهم نقطة أساسية في مشروع القوميات أخطر أيضا أنها هذه من النتائج المدمرة لمشروع القوميات، أن هذا المشروع يقتل روح التضحية الجماعية. وأي أمة فقدت روح التضحية الجماعية معناها هذه الأمة في طريقها إلى ماذا؟ إلى الانقراض. في طريقها إلى الانقراض. مشروع الأمة القوميات أضعف فينا خصلتين من أهم الخصال التي تميزت بها الأمة الإريترية في هذه المنطقة، وهما التكافل الاجتماعي والتصدي الجماعي للمحن والآلام الجماعية. اليوم كل واحد بنفسه يبكي. المشروع القومي أفقدنا الشعور بآلامنا المشتركة، وأي أمة لا توجد، معناها نحن لسنا أمة إذا لا يوجد هناك شعور بآلامنا المشتركة. إذا كل واحد يريد أن يتألم بنفسه معناها نحن لسنا أمة. أفقدنا هذا المشروع عبقرية أجدادنا وحيويتهم وقدرتهم على استدعاء كل موروثنا الجمعي لمقاومة الظلم ولمقاومة العدوان بشكل جمعي. وهذا يا جماعة موضوع طويل جدا جدا. إن شاء الله إذا وجد فرصة نتحدث عنه. شكرا. نزي كم أبنت كنوزن نخل كمان ويدما توسخي أبنت نا إثيوبيا قدايو. إثيوبيا لومي هذه أمة ويدما هذه نيشن يلتقط سواء كدفر يتخلن إخا السودما إثيوبياويان زي إثنيكاوي كفافلهم بتعمي يحسيوهم كدبل نخلينا السود نحدهم كم زي الرخبو مثلا نحدهم انتراكشن ويدما كم زي قبرو غيروهم عقيتوهم مالتيو. سلازي كم زي مثل أمرات نحنت أمة بحنساب تقوعيزا زمزائعة بحنساب كتبدوه أيبكعاني إذا حد خبتي محسيتات ناتيو أبي توبان رئيل لنا أباناون كفسام يخيليو ناي حبار بحنساب كينكا كتبجو نتي تأمن اللون نتي نتحاجرن يموت مالتيو الزين دحر تفسيمي دما حنت أمة أب مسنات قصات غير كم زلاخ كنرداء لنا كابو بتوسخي كلتي ناي بحق أقد استزخونا صبوق نقرات بحبرة سبنا زنبري نعين كداخمين جميل له زي ناي أمر ناي بهيرات السن دما بحنساب كينكا تحقاقيسكا مسرح تكافل زبلو التخاري دما ساقامات خقات مكا خلو بحنساب كينكا خطبده ازي النادى خميز خيزلو نفس وكف بجلي بتفعل لي أقابات ناتهم شقرات رايك فتحوا تريهم كسرحوا تريهم لومي أبزي نريو زلنا تريوتات كمون أبتي شقراتنا أبتي نحالفو زلنا سنكور مدرخات أبحادي كسنبرنا زخيل نتي سقمني حوخا خمس سقم كخرية كازخيل نتي سقمني حوخا مساخا خوينو فتحوهم زخيل زي بكع كونتات نرئي لنا أبتي معلتاو هيوتنا مالتي سلازي بقانكو عرب أفقدنا الشعور بألامنا المشتركة زبل ناي حبار سقمات ناي حبار كانزا ناي حبار شقرات كم زلنا رسينا ينزلنا لومي زي سمعيت زي تداخمي يزلو بقو مسرد دما حنت أمة خنكون أي نخيلنينا بقو مسرد دما اتي أبحقوتاتنا سعيرهم دخيمهم لفيعهم زي مسؤولنا زورسونا هاجر زورسونا والرشا نعون تألمون لنا تناتهم حسابات تناتهم منج حساب نعون الدخمون لنا سلازي عبقرية الأجداد زبالو ناتهم مهزنة ناتهم كيلت ناي مهزو كيلت ناي فترة زنبري أبانا بتعمل تداخيمو خوينو يرأي له
بزي نخدو زلنا. شكرا. اوكي شكرا جزيلا للدكتور ادريس موشي درجه مودعنا يعسر طريقه تلي شمون تدا طريقنا له ابزان شمون تدا حدا قلت كومنت زمت وي حتى زمت احترا بيلنا نملس تسفالني استاذ زين ابتي سديد الكاز الله تغرينيا تشات كتم بتخل متاكلوا I didn't open it. أنا تحس لزله كوثر نسقي تم بكل زحاش كون يسمع عنه هو أم ببلي صغي أنا خم ببالكم أوروب أنا ببايناي تقرنيا أوروب سلو يوجن خم ببالكم ما تعز الله حتى خاب how muted الله no يلا I'm sorry كاب من متيلو كاب شو مهم سألكم إياسو يوناس بحال أب فيسبوك إياسو يوناس قرب كعبية تحطه في تكست أوكي سلام نقول لكم حطين دكتور إدريس إسياس نقول لنا بخرد عنا زكال مالتي مثلني زخيل غير الله بخرد عنا زخيل أجباب مبتانا أبريهولنا إيو إذا سلست عمل كم دك هجر كسامع عنا زخيل زلو دو تبل كم دك هجر سي كم تردي إن زلو تحطو أبدا سلست عمل سخبتنا نعفتينو مو كم دك هجر زسامع عنا زخيل زلو تبل دوي حتى تردي أتكا أستاذ زين هو ترديات لا تم سمعتنا ون في نسترجم لهم لدكتور إدريس ترى زي يكون إدريس يدو تقرينيا أخي ياسي يوناس سأل سؤال الآن فهمنا كلنا إن سياس فرقنا بمنهجية وخلى كل واحد فينا يمشي لحاله في 30 سنة ثلاثة هي مثلا ولا على كل حال هل هناك يا دكتور ترى ما يجمعنا كأبناء وطن واحد؟ هل في إمكانية أن نجتمع في مشروع واحد كأبناء وطن واحد؟ أجيب على هذا السؤال؟ نعم. باختصار شديد لو سمحت ما عندنا. باختصار شديد طبعا نعم هذا سؤال كبير جدا جدا ولذلك نحن نتحدث بما يجمعنا الآن يعني هذه الأشياء التي كنا نتحدث عنها يعني ما يمكن أن يجمعنا لأن للأسف الشديد نحن وصلنا إلى نقطة خطيرة جدا جدا لأننا لا نملك ثقافة عليا مشتركة نستطيع أن نتحادث بها أن نفكر بها أن نتحاور بها أن أفكارنا تتلاقح رؤانا تتوحد هذا يحتاج إلى ثقافة عليا مشتركة ولذلك النظام فرض ثقافة أحادية واحدة على هذه الأمة ولذلك تم تقطيع هذا الأوساط عن طريق القوميات وعن طريق ثقافة عليا واحدة موحدة فالناطقين بالتجرينيا لا يقرؤون للذين اختاروا مثلا كثقافة عليا مشتركة اللغة العربية واللغة العربية الذين يجيدون اللغة العربية ويتحدثون باللغة العربية لا يقرؤون الكتاب بالتجرينيا ولذلك حتى تلاقيهم أصبح محدود جدا جدا في إطار القهر وفي إطار الظلم ولكن في الإطار الصحي كدولة مدنية كمجتمع واحد يتلاقى هذا مش موجود لذلك نحن نواجه مشكلة كبيرة جدا جدا ولذلك نحن ندعو الآن إلى الأمة الإريترية وأدبيات الأمة الإريترية وخلق ثقافة عليا مشتركة هذا موضوع طويل جدا وأنا عندي أمل أن الأمة هي قادرة جدا جدا أن تعيش كأمة واحدة في هذه المنطقة ليس فقط الأمر هذا بالكلام وبالتمنيات ولكن هذا التاريخ المشترك من النضال ومن الدماء التي سفكت 1300 سنة 1300 سنة لو أخذنا الفترة الاستعمارية
فقط من إيطاليا إلى هنا هذا كم؟ لذلك نحن عندنا تجربة واحدة فقط. نحتاج إلى ماذا؟ نحتاج إلى أن نرجع إلى مفاهيم الأمة وخلق دولة مدنية وثقافة عليا مشتركة تجمع هذه الأمة. وشكرا. تفضل أستاذ زين. ناي بحكي أقداسين عبن حطي حديد كحو ياسو يبدأ نحنا كم إرتراويان بزح تأمرنان بزح كبنان بزح زراخبنان هادلو تي أقداس زريعني حبراوي لعول بحالي خلو أنها كم إرتراويان إذا خلبل كلنا دما كنزارب كلنا كنردادا حسابات كنلوت كلنا كنردادا حسابات دما تراوبيتنا أبحاد معبول التحساسبة كنبزح ايوتي زحق زينا تي حادنا حبراو بحالي لعول بحالي نبل كلنا اساس دما نزيايو اصبغو فليتو زحرما كهرما خلو دما انتا يغيرو اب بهرات غوزازيونا حد قانقان حد بحالن دما عبلاله خم زخون غيرو እዚ ድማ ነቶም ካልኦት ዕግበት አይሃቦምን ማለት እዩ ተሃገር ከም ደቂ ሃገር ነብሶም አይሪኡን እዮም ዘለው ስለዚ እዚ كنعوتلو انت دا خوينا قدامنا نير كنامن لنا ኤርትራ بخلته ቋንቋ ተመሓደር ሃገር በቋንቋ ዓረብን በቋንቋ ትግርኛን ኣብ መንጎና ድማ ሓደ ናይ ምርዳ ባይታ ክንፈጥር ክንክል ኣለና ኤርትራውያን ሎሚ حسابات ክለወጡ ከለዉ ቶም ዓረብ ዘረቡ በቋንቋ ዓረብ ዝጽሕፉን ንበይኖም እዮም እቶም ትግርኛን ዝዛረቡን ዝጽሕፉን ንበይኖም እዮም ዘለው حجب حد كمسألنا زخيل بايتخن فتر خنكيل علينا إرتراويان لومي كلهم حد زمسهم قد يعلون تداعيلنا اتي أبدع لهم وريد زلو شكونات رأيه حد زقبرهم بر لومي بحساب بحساب من اللغات تفقيد لهم أبحاد بايتان له هنبل عين خلانينا أنا قلت أسفل لني إرتراويان كراخبون حسابات كلاوتون كمعبلون كم هاجرهم كمعبلون كم زخولو تتسفايد ما أب كونتوس تمسرتي يكونن أب من تايدا أب حاز نحبار من بار دليت سلزلوهم نزين حبار دليتهم دما بقلتي زقالوا سوا دم أفسيسهم زم سوا سلزقوني السو حدا عبي تسجع إليه زوجته كمو دما أبتي أمرات ناي حدا أمة مخانا بحنسب كنستبجنا على نزا حجر بقو ندحر أمينا كلاتنا بحد خلنا نخلينا إليه زعمن وتسمح علني ركب كفزم زبدايزي. Okay, thank you. مسجنك كبر أستاذ زين عمر شوكاي. Already دكتور إدريس دارجع ملي سكاي خطحته. ننتهي حدا قبضيهم أب فيسبوك ضلوا انتهيلو بتقرنيا دا زي تزارب إرتراو دا يكون كان يبلا كالو إذن بعلو أوريدي ماليس كايزن ما خامنتاي زيستلا عليو كم دا عينة حطو خمتسون كله إتي كتزارب اللو زو عالكا لعول حبراوي بحلي ويدما ثقافة عليا مشتركة بلا لقا دون قرنات اللكا بزعبازنا قرزي كم دا عينة حطو فتحت التقا سلازش نسخاسي You are less of an Eritrean. Tigrinya selesai tazarab ka. Woi dema sekas Eritreawi konkan Tigrinya selesai tazarab ka. Ilu tazarab ka sab. Iti dungkurna ka khublai dalini. I'm sorry. زي مفلات زي مردة تعمق زي مهلاو أبتي ناي انتاي مالتيو لعل حبراوي بهلي ثقافة عليا مشتركة تبلو ذلها ده قالت مليس قال لي نزيا أنا متحبسكم يعني أستاذ زين تقرني أنت تعرف إرتراو ده يخون كان يبلا له السؤال كان طبعا ليش ما تتكلم تقريبا لو أنت إريتري فالأخت كوثر تطوعت الدكتورة المهندسة كوثر تطوعت وردت جزئيا على هذا الكلام يعني قالت له طول الأمسية احنا كنا نتكلم عن أمة إريتريا وما يوحدها وما يقرب من بعضها البعض وأنت يعني طرحت هذا السؤال بشكل أنا ما عايز أقول لك أنت إنسان جاهل لكن تنقصك المعلومات الإنسان ما يكون إنسان إريتري أو إريتري لمجرد أنه يتكلم التجرينيا أو الذي لا يوجد التجرينيا مش تنزع منه إريتريته فهذا الشيء
يوضح لنا بشكل جلي ما كان يتحدث عنه طول الأمسية الدكتور إدريس موشي، وجود ثقافة عليا مشتركة للإريتريين. يعني في هذا الجانب احنا قاعد نتكلم طول المساء، وبعدين جيت انت تطرح هذا السؤال وكأنه ينفي كل ما بنينا عليه طوال هذه الأمسية. فتفضل الدكتور إدريس لو تستطيع أن تجيب على هذا الشخص بما تراه. قالت له بعدين أعطت الفرصة للدكتور. يعني هذا الرجل لو تكلمت بالتقرينيا يفهمني هو؟ طبعا ولو تكلمت بالبلين مثلا هل يفهمني هو؟ طبعا هذه العقلية هي العقلية الإقطاعية الإثيوبية. يعني للأسف الشديد نحن ورثنا أشياء كثيرة من إثيوبيا، وهي إثيوبيا اليوم ليست محل فخر في العالم. لم تستطيع أن تخلق أمة. لا يمكن أنت أن تفسر لي جلباب. يعني نحن إريتريا قلنا هذه إريتريا تم التوافق عليها بهذا الشكل. هذه الأسئلة طرحت وأجدادنا بعد نقاشات طويلة. أما قضية أن التقرينيا نفسها يعني تريد أن هو هذا المشروع الموجود في إريتريا، وهذه الأسئلة وغيرها لا يأتي بخير لإريتريا، ورأينا ماذا حدث في إثيوبيا وسيحدث في إريتريا. فهذا سؤال أنا لا أسميه غبيا، ولكنه سؤال ربما يكون هو ضحية للمشروع الممنهج الذي يسير الآن في إريتريا، العقلية الأحادية التي تنفي. ولذلك أنا سميت هذه المشاريع مشروع تقرينيا تقري، ومشروع تكلاي جزات، ومشروع تقراي تقرينيا، هي مشاريع تفتيتية تجزئية احتوائية إقصائية لا تقبل الآخر. وفي القرن 21 يعني واحد مثل هذا السؤال يطرح فيه، يعني هذا سؤال غريب جدا. أنا فقط أريد أن أذكر هنا أن النضال الإريتري نفسه، الثورة الإريترية نفسها، هيلا سلاسي لم يدمر بيوتنا، لم يطردنا من أراضينا كما يحدث الآن، بل بنى لنا مساجد. أكبر مسجد لا يوجد مثله في إثيوبيا بناه لنا في أغرداد، ورمم المساجد وفعل ما فعل في إريتريا. ولكن لأنه تطاول على الثقافة، على خيارات الأمة الإريترية، هذه كانت خياراته. عندما أراد أمهرة الأمة الإريترية وفرد اللغة الأمهرية واستبعد اللغة العربية واللغة التقرينيا، نحن في يوم من الأيام أجدادنا لم يقولوا أن من لم يتكلم البلين أو من لم يتكلم التقريت أو من لم يتكلم العربية ليس إريتري. إريتريا نحن نعرفها بهذه الثقافات الموجودة. هذه هي صورتنا، ونحن متصالحين مع هذه الصورة. نحن لا يمكن كإثيوبيا نفرض الأمهرية أو نفرض العربية أو التقريت أو التقرينيا. لذلك أن الثورة الإريترية نفسها بداية شرارتها سببه مثل هذا السؤال. قال هيلا سلاسي: إذا كنت تريد أن تكون إثيوبيا فتكلم بالأمهرية، وكل من تكلم بلغة أخرى يقول ألست إثيوبيا. هذا ليس سؤال جديد، لكنهم نقلوه وترجموه إلى التقرينيا فقط. فهذا شيء مؤسف جدا بعد أن نسمعه بعد كل هذه النضالات وكذا. شكرا دكتور إدريس. أحضر أبيلك أستاذ زين حجز ملسة يزيلن أحضر أبيلك انتي لوني زحاونا زحاتتي حرأي نبل تقرينيا زرب يخير يمسخها كن تردأ أن ديخا كاو نغلي لي نحرب بلين تزاريو مسخاس كتردأ أن تخل ديخا سلازي السخاء يرتراوي يكون كان كبلكاي كلين يعني بلين سلازي تزاربك تقري سلازي تزاربك كالو عم قرب لا سلازي تزاربك سلازي السخاء ما نعي تقرينيا سلازي تزاربك تقرينيا يرتراوي يكون كان كتب لنا أي تخل نيها السخاء يكون كان نعي أن أنت خمسة خدن تعكنا الليل أنا السخاء كان كان لي خدن أي كيلني بحقوتاتنا دم نزي بقوا نسجيرهم مويهم نزي حتى زي سلسجرو نحن هم إرتراويان بحسب كنا خليك على سكيلنا كم زمان السالي حتوتات دم نإرترا بخير زمس حتو أيقونن بشجر سجماتن نعبن شجراتن كفتر ده زي كوينو سبونا جالس فتر أيقونن كم زمان السالي التحساس بايو نعنا كهسينا زخيل
እዚ ድማ እዚ ዓይነት ተሓሳስባ ኣነ እንታይ ዝብሎ ንሰብዚ እስኻ ግዳይ ናይ ከምዚ ዓይነት ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ኢኻ የጥራይ ደንቆር ኢኻ ብለ ኣይደፍርኒ ኣነ እውን ግን ግዳይ ኢኻ ጥራይ ክብሎ ዝኽእል እስኻ ኣብቲ ኣብ ዓድና ዘሎ ጎዛዚኻ ምግዛእ በታቲንካ ምግዛእ ንሓደ ተቕርቦ ንሓደ ተርሕቆ ከምኡ ዝኣመሰለ ኣገዛዝኣ ስለ ዘሎ ብቲ ዓድና እስኻ ሓደ ካብቶም ግዳያቱ ኢኻ ኢለ ጥራይ ክገልፆ ዝኽእል ከምኡውን ሓደ ዝገርመን ነገር እንተዳኣልዩ ኮይኑ ብ21 ክፍለ ዘመን ከም ዝኣመሰለ ሕቶ ንክሕተት ወይ ኣተሓስባ ንክህሉ መንጎና ነቲ ናይ ሃይለ ስላሴ ኣተሓስባ ጥራይ ዝዘክረኒ ሃይለ ስላሴ ቋንቋ ትግርኛን ዓረብን ከም ዕላውያን ቋንቋታት ናይ ኤርትራ ክልግሰን ከሎ ብኣምሓርኛ ተዛረቡ ስለ ዝበለና ኢና ሰውራ ዘልዓልና ኣንፃሩ እምበር ንሙስሊሚን ወይ ንኣስላም ኤርትራውያን መሳግድ ክትሃንፂ ትኽእሉ ኢኹም ኣይበለናን ኢንፋክት ኣብ ቁርደት ከመይ ዝኣመሰለ መስጊድ ሃኒፁ ኣብ ኢትዮጵያ ዘይፍቀዶስ ኣብ ዓድና መፅኡ ይሃንፅ ነይሩ ነቶም ኤርትራውያን ሙስሊም ክሕዞም ግን ብቋንቋ ኣምሓርኛ ክሕዘና ምስ ፈተነ ሽዑ ኢና እምቢ ዝበልናዮ ስለዚ ዝሓወይ ኣብ ሓጎታትና ቋንቋኦም ዘይዛረብ እስኻ ኤርትራዊ ኣይኮንካን ይብልዎ ኣይነበሩን ዝተፈላለዩ ቋንቋታት እንከለዎም ንሕና ሕብርና ከምዚ ዝመስል ተፈላለየ ቋንቋታት ዘለና እዚ ድማ ንዓና መሳጢ ዳ እምበር ዘባእሰና ጉዳይ ይኮን ንሕጎሰሉ ዳ እምበር ንሓዝነሉ ጉዳይ ኣይኮነን ከምዛ መሰለ ሕቶና ዝሓተትካኒ ድማ ንሱ እዩ ናዕቢ ኣብ መንጎና ክለዓል ዝኽእል ምክንያቱ እቲ ሰውራ ክለዓል ከሎ ከምዚ ዓይነት ፀቕጢ ስለ ዘወረደ ኣብቶም ኤርትራውያን እዮም ኣንፃር ሃይለ ስላሴ ዝዓጠቑ ግን ሎሚ ዘሎ ስርዓት ነቲ ናይ ሃይለ ስላሴ ተሓሳስባ ብትግርኛ ዳኣ ገይርዎ እምበር ከምኡ ዓይነት ተሓሳስባ እዩ ዘለዎ ስለዚ ከምኡ ዝኣመሰለ ተሓሳስባ ንቅድሚት ከምርሓና ወይ ከምርሸና ከምዘይክእል ክትርዳእ ኣለካ ጥራይለ ኩዶ ዝኽእል يعني اللي حجي كلتا كومنتين بانجرنا نعصون لنا حطوا يكونن كومنتيو ياسو يوناس بتعمي بحدا قال لنا يعني لنا بزح تماهيره يبلالو يمسكنالو ادمنت انان يمنا يلكا دكتور ادريس كم انا الدكتور زنيرا دكتور حسن شوكاي بانجليزي كومنت يا حتى يكونن جزاس Thank you very much, Ibulalo, Dr. Hassan Shokai. It's eternal true history that has been killed by Westerners. We love to raise awareness for our children to inherit our nationhood. Nationhood is not an issue for Higdef. Eritreans are clever enough to keep Eritrea as a nationhood by education and information. فتركمات قينا اتناي نيشنهود اتأماونا تبلالو دكتور حسن شوكاي نايهيقدف إشو نايهيقدف قداي أيكونن نقول لهنا زملكت إيو سلازين داك أنا خنمهورو مالنا إذا تاريخ زي Eritrea Eritreans are clever enough أخول زخانة اللي بونا علنا ناي nationhood ويد ماذا ناي إماونت خنمهرون بتمهرتن بمفلاتن يزول زلو خلقت زمسكونو بزحات اللو عمر علي محاضرة مفيدة وقيمة لإحياء عن تاريخ إريتريا شكرا لكم جميعا هناء عبد الرحمن سراج thank you Simit for your inclusive effort to present in both Arabic and Tigrinya the official languages or working languages of Eritrea تبلالا هانتي كومنت نبرت اوريدي من لسكايا دكتور إدريس سادما تدوين هذه المحاضرات أما صحف صحيف قايدي خاد ويد ما خد صحفه دو تسفالو زبليو I think already بزح صحف تصحيف له إيلو وحي الدكتور إدريس هل بإمكانك تدوين دراسة مشروع القوميات في كتاب لأن هذا مشروع هو الأداة الرئيسية لمجموعة الهدف الخائنة بلكالو تدوين دراسة مشروع القوميات المدمر سيكون لها أثر كبير في المجتمع الإريتري بلالو الأستاذ أحمد عثمان مالتيو كل حلقات قد محجي سميعيو
يبلالو أنا دما لبوالني قد محجز قبرنايو الجزء الأول الثاني زي قالوا معلتنا سالسيتيا كيتكم على فيسبوك أفدري هو تزفى قبر كالي جيزي يلن مسقانا مالتيو خب كل خطكم يغني لنا سلازي أب مجرش دعن تاخذ اللي فوتو اللي 5 ساعات فرعان سلاز قبرنا يبحكي يمسقناكا دكتور إدريس موشي كاب يوغندا يمسقناكا الأستاذ زين عمر شوكاي تمتزلا أستوم هورو ويدما شو ناي إريتريان سنيت موفمنت دحري حدش عملتي كفون نمنتاي على تحدي is New Year's Day دحري أزلا على شمونتا تسفال لنا كن كتسألكم عينة أستوم هوروتات كنا نسألكم ب إريتريا إيري سنيت لايف on Facebook تقولوا تقولوا كم أون أب يوتيوب راديو سنيت إريتريا إيا تبل سلازي سابسكرايب قبروا لايك قبروا كم أون شير قبروا إذا بتعمل عبي أستوم هورايو أبداً قبلكم يقول لنا أنا personally كم كوثر أبداً 3 عامات زي the most important the most قداسة سخونة أستوم هرو بزعبة ناي إريتريانيزم بزعبة إريترا خوينا رخيبة بتعمي تحدث الله بتعمي تمسيت الله بزعبة ناي لو معلتن أبداً زحلفة كلتين كفال قد كفال حدا كلتين نستمهرنايو عبد أستوم هرايو سلازي بمنتهي كعطفو ذلي يمسكونكم أبزاز اللهم بطع فقري سلام سنيت مساخم يخون thank you very much دمتم بخير ولكم إني أطيب المنى والسلام عليكم أستاذ زين تأتركم الليل عطول لنا thank you very much كسترقم الكي كوثر معرب لا من السنة بس اللي زهون بزح استرقام زد لي يكونن على كل حال كوثر سعيدة بهذه المحاضرات القيمة في 3 حلقات وأنها تعلمت الكثير منها وسيكون بيننا لقاء إن شاء الله بعد انتهاء هذا العام وبداية العام الجديد في يمكن 8 يناير 2022 وسنستمر في مثل هذا النوع من الجهود ولكنني لا أستطيع أن أختم هذه الأمسية إلا أن أشكر الدكتور إدريس موشي على كل هذه المعلومات الغزيرة والقيمة التي قدمها لنا خلال 3 حلقات متواصلة من المحاضرات عن مرتكزات وجود الأمة الإريترية وهذه كانت أنا أستطيع أن أقول أن كانت محاضرات قيمة بامتياز وقوت في نفسي وفي وجداني الاعتزاز بإريتريتي والاعتزاز بإريتريا كبلد وكوطن وكأمة ولا أستطيع إلا أن أقول أنه هذا المجهود مجهود مقدر هو وسنستمر فيه نحن كسنيد وأعطت بعض التعليمات كيف الإنسان يستطيع أن يدخل المحاضرات القديمة وأن يتابعنا في نشاطاتنا في الوفاق سنيد في الأيام القادمة من خلال الفيسبوك واليوتيوب ويا ريت كوثر تكرري هذه باللغة العربية فيسبوك ضغينوا إيري سنيد بالعربي كرريها قلتيها بالتقنية أوكي يا ريت تشاركونا في الفيسبوك إيري سنيد فيسبوك وعلى اليوتيوب الاسم أو تقدروا تعملوا سيرش راديو سنيت إريتريا على اليوتيوب ووعد منك دكتور إدريس إن شاء الله تيجي وتشرفنا بلقاء آخر في المستوى في العام القادم ناخذ منك هذا الوعد لا إن شاء الله أنا بالعكس الدكتور جاهز دائما ما شاء الله عليه يعني أنا دائما جاهز we have a promise لنا دائما عظيم الشرف باستضافتك يا دكتور وأنت قامة وأنت ستشكل بمواقفك وبأطروحاتك وبدراساتك نقطة تحول إيجابية في وجداننا وفي ضمائرنا كإريتريين ويعني الإريتريين دائما قاوموا بدمائهم وبعرقهم وبجهودهم والآن سنتحدى أيضا بدراسات حديثة وبمراكز دراسات أكاديمية مرموقة وفي مختلف المجالات كل هذه التشوهات التي حصلت الحقبة الاستعمارية وعقبتها 30 سنة من الدكتاتورية شوهت
وجدان الإريتريين وضمائرهم وطريقة تفكيرهم، وسممت أفكارنا بالكثير من الأفكار الهدامة. سنبتلعها شوكة شوكة بإذن الله تعالى من أرجل الإريتريين حتى يسيروا باستقامة ويستطيعوا السير في طريق البناء والتعمير والنهضة لإريتريا ولشعبها ولمستقبلها. أنا انتهي بحثي رزق الكو ناي بحكي مسات زخوني السمورتات غريب قالنا أبز حالة السمونات السخان عخان زأمسلو بحالة تأكيبهم كم زأمسلي السمورتات كأربون مسايق زيون ببسعون أتيول لسون كغسل مسانا أبز مزل عامد إسرع إسران كلتن نغمزة مسألة السمورتات كل شعب دلو مخانو رقص يا دكتور إدريس حنسب ولا بزت فلا المغنياتات امبيلو أي فلتنيو حرايت رئيس بل نايب حكي تحت النازل لو مهور سب نعون السن نعون زي مسلو أبزي ناتنا مدرخ كنا قرب لكم دقاقي منا كنمسينا نعانا خم إرتراويان زقبرنا خمسة مسألة حناسي حسابات رأي مزمسيو إرتراويان بزوح مثلا أخلاق بزوح أسقامات بزوح حزقتات بزوح إشوك زلوا مجدتاتنا خيدنا ما حد إشوك زلوا بقرنا تخيلنا بتبعات كم خيد زي فقدلنا جن ببحنتنا زي إشوك كبقرنا وسينا بقعزونا هنمرش مخانا رقصينا إيه إرتراو منفس زلوا خلو أبزي جزانازي جزء كم جزء قوسيروس نحنا نسنيتن نرحوان نسلامن نبلسجنا ناي حجرنا إرترا ناي حزبنا نسرح سلزخنا بفسيمنا أي نتناتنا على زي مسؤول بزحات كم زلوا بحسب قعزنا غسليو ودحنكم وسلامتكم. Thank you very much. دحنك أنيو نتوم كريستماس تبعلو دما ميري كريسماس. أريد هو نتوم كريستيان دك هاجر دما بروح بعلدتي يقبر لكم سلام. Happy New Year بلس. Happy New Year. بعلدتن حدش عامتن يقبر لكم تسفى يقبر سلام فقرن كسفن أمونجو خمن أمونجو خل حزب إرتران صبوا دليتي صبوا من نوتي جلسكم يفتوا ويغني اللي. تفضل دكتور إدريس قلت بالله. تفضل. أنا أريد أن أختم بعبارة أجدادنا هذه العبارة كانت تكتب في جريدة إريتريا الإريتريين الصادرة بالتجرينيا وفي جريدة صوت الرابطة الإسلامية. هذه العبارة تقول ودائما كانوا يكتبوها يعني هي كانت كشعار. أيوة. إن وجودنا في هذه المنطقة كأمة يتعلق بشكل حاسم في مدى مقدرتنا على العمل بشكل جمعي كأمة. والسلام عليكم. يا سلام. بتعمل بقطة دخانة كوتيشن أسكتر قبلنا أستاذين بتعمل بقطة. هو زيادة تغسيز يا زل على دكتور إدريس كلتة مزهيتات ناي إرترا دقاقي ما تسحف زنبرت يعني سوم دما أبتي بلوك أوف إندبندنت زنبرو حانتي إرتراويان تبل حانت دما دم سرابطة زبل تقسيو العلو سن دما انتهي زبل هلاوينا أبزي كبابينا ناي كرن أفريقيا مالتيو كم أمة ويكم حالي نيشن مستي ان احنا نسرحو معلتا وسرحنا كم امه زت اساسري بمخانو اي نرسع نزبل لبواعي مالتهم هذه شرحو دقاقيهم صحفو زنبرو شرحو يم سلازي نعوخا نمثل نحنا لومي تسفى يقبر بزي اخا خولي يدلي لومي نايلومي السمهرونا يا غني لي استاذ زين عمر شوكاي يعني اللي دكتور إدريس موشي يعني اللي دكتور حسن شوكاي إرتراوي كبور من النت يبلنا له نبي حق مع إرتراوي النت كبور من النت إيو دحنك أنيو thank you حفتكم كوثر عبد الرحمن والسلام عليكم مازال عملت الرحمن هابي نيو يير باي باي. بطل أسد الغضاب وثبنا غاضبينا وثبت الأسد الغضاب أخطأ من سن يوما
إننا نخشى الذئاب يا شباب الوطن، إننا نخشى الذئاب يا شباب الوطن. نقلع الظلم سويا، قد دعا الداعي ونادى نقلع الظلم سويا. قد كفانا صمت أمس يا أخي، قم بنا هيا هيا يا شباب الوطن، قم بنا هيا هيا يا شباب الوطن. الصبح تجلى معلنا بدء المسيرة، هو الصبح تجلى معلنا بدء المسيرة. نهض الشعب وهبى بدأ الزحف الكبيرة، نهض الشعب وهبى بدأ الزحف الكبيرة. لا ولن نرضى الهوان، لا ولن نرضى الهوان بعد أن بان السبيل يا شباب الوطن، بعد أن بان المسيرة يا شباب الوطن. نقلع الظلم سويا، قد دعا الداعي ونادى نقلع الظلم سويا. قد كفانا صمت أمس يا أخي، قم بنا هيا هيا يا شباب الوطن، قم بنا هيا هيا يا شباب الوطن. كسرنا كل قيد همنا أرض الجدود، قد كسرنا كل قيد همنا أرض الجدود. سوف نمضي بشموخ قد عزمنا أن نعود، سوف نمضي بشموخ قد عزمنا أن نعود. فاسمعي يا دنيا إنا، فاسمعي يا دنيا إنا عائدون لنسود يا شباب الوطن، عائدون لنسود يا شباب الوطن. الظالم ارحل، كم هدمت كم وكم، أيها الظالم ارحل، كم هدمت كم وكم. قد كفاك سوء صنع وكفى الشعب المحن، قد كفاك سوء صنع وكفى الشعب المحن. قادمون لنغير،
قادمون لنغير قادمون قادمون يا شباب الوطن قادمون قادمون يا شباب الوطن